اوكي سلام كلكم ابزوم زلكم سانا يكون كم اونتم بفيسبوك تكاتاتولنا لما علتون كم تزحلفه قاشا حزنا لكم قريبنا لنا مالتيو بمجمريا جن انقع عيد الفطر ابصحنا سناي كنياتنا عيد الفطر تقبلنا غات ميتي قلت مالتيو او قتلنا نايلو مشت قاشانا ون استاذ ابراهيم فار كاب بيت صحفت سكرتاري فتصام بيت صحفت تقال لحرمة إرترا لكع كمتي أبز حالة جزية حزناية سنحنا رنستي الرأية تقال لحرمة إرترا أبكم أفريكان إرتران أنسلالي زلو معبالتات أمل كيتو قاشانا خوينو مسانا خمسيو أستاذ إبراهيم فار أهلا وسهلا بك يا مرحبا. افتح المايك أنا قفلت على الكل. أستاذ إبراهيم فر، أستاذ أبو حسن، أستاذ إبراهيم فر. احتمال ما قاعد ينتبه. أستاذ إبراهيم فر سامعني؟ ايش اسمه مسكر المايك. عندي قفلت لهم كده. شوف كده. أستاذ إبراهيم فر افتح المايك الآن. أستاذ إبراهيم فر. طلع حبيبي. موجود. اوكي. أستاذ إبراهيم فر. الو ايوه مسموع الان إبراهيم فر مسموع الان. تفضل امين. اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم فار للسمينار ندوة اليوم. الحمد لله على السلامة. طيب لا الشبكة سيئة. الو احمر موجودة يا ابو ناصر. انا الشبكه معي كويسه يا جماعه. تفضل انتوا بس المايك اقفلوه. تفضل امين مرحب بك. تفضل طيب. ابو حسن. طيب السلام عليكم ورحمه الله. انا مسموع كويس. تفضل واصل. طيب السلام عليكم ولكم جميعا تحيه وطنيه نضاليه، وعبركم وعبر كل مقاماتكم التحيه والحب والوفاء، وعبركم للشعب الإريتري بالمناسبات الدينية، عيد الفصح المجيد وعيد الفطر المبارك، وكذلك عيد العمال العالمي، وخاصة عيد عمال أو عيد الطبقة العاملة الإريترية في 3/5 يوم استشهاد المناضل علي عثمان هنطي. ترجمة ممكن؟ تفضل ابو بكر. الو. اي نعم انا اعطي فرصة للترجمة. استاذ ابو بكر. في البداية تحية للجميع. ضيفنا اليوم هو الأستاذ بتقرينيا مجمريان نخلاتكم كما يوعدكم كما يغنيكم قاشانا لومي الأستاذ إبراهيم فار صحافي فتصامي بيت صحفت
نتقادلنا حالة إريترايو مجمريا نخلهم سلامتا يبصحكم إلو بزعبانا يزقنا يو بعلات أحبيرو يبلغكم الله. تفضل أستاذ إبراهيم فار. ايوه ابو بكر صايغ الترجمه لانه في حتات ناقصه يعني. التحيه بعيد الفصح المجيد، وكذلك عيد الفطر المبارك، وكذلك عيد الطبقه العامله العالميه، ويوم 3/5 التحيه لعيد العمال او الطبقه العماليه الاريتريه، يوم استشهاد المناضل علي عثمان هنطي. اوكي استاذ ابراهيم، كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. الصحة والعافية زميل ابراهيم. يا مرحبا. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ استاذ ابراهيم انتي بالزلو انا نتم نتي بعلات زقلت زنبري بعد عيد الفطر بزا عيد مسقال بزعباناي معلتي سراح تنياتات عالم بزعباناي معلتي على الثلاثة جنبوت معلتي سراح تنياتات إريترا معلتي تسوالا معلتي تقادلاي على حنتي إلو. تفضل أستاذ إبراهيم. أمون ناي فاسقة كله تيبع فاسقة ناي فاسقة ناي بعد فاسقة. طيب كما هو موجود بعنوان الندوة، رؤية جبهة التحرير الإريترية في الأحداث الراهنة في منطقة القرن الإفريقي وإريتريا، بمعنى أحداث المنطقة وانعكاساتها على إريتريا، ورؤية جبهة التحرير الإريترية على هذه الأحداث. ده يمكن عنوان الندوة. قبل الدخول أنا ما داير أرجع لما سبقوني فيه الأخوان اللي استضيفوا في هذه المنصة، وفات علي يمكن أعيد برضو يعني الشكر لإدارة جروب حوار لوعي مشترك، وأنا آسف فاتت علي هذه المسألة، وما داير يتكلم لأنه صحيح من واجبهم هم، لكن يشادوا بهذه المسألة. وأنا يمكن من 2015 منذ انضمامي لهذا الجروب من خلال الندوات اللي تهتم بشأننا الإريتري وأحداث المنطقة، يعني الواحد وجد في هذه المنصة الإعلامية إنه أصبحت ساحة من ساحات النضال ضد النظام الدكتاتوري القمعي الاستبدادي الحاكم. فالتحية لهم، لإدارة جروب حوار الوعي مشترك، والتحية للأساتذة والقامات الموجودين في هذا الجروب واللي استضافوهم قبلنا والأدلوا برؤياهم من خلال الأوراق ومن خلال الندوات. التحية لهم جميعا. الترجمة. أستاذ إبراهيم فار بزعبان هاي ريتو تقادلو حرنة إريترا بتا أب كبابينا زلو كرنا أفريقيا زلو صلواناتو أب إريترا بزعبو كزار بياتا زقنيت أريستي قدمي بزحات تزاريبو منيروم بزعبا زي قداي زي أنا بزح بزعبو كزار بايكون كن مجمريا نتي ناي عليتي ناي زي جروب زي كاب كتشن 15 أباليو ناي زي ناي زتي حبا ناي زتي نحبراوي نقحت زبل كاب كتشن 15 أباليو زي خا نحاد كابتم مدرخات ناي قلسي ويبلالو نعهم مسجانا يبصحيهم نتم نزي جروب زي أليو زلو يبلالو أستاذ إبراهيم فار. تفضل أستاذ إبراهيم في العنوان. طيب. أنا كما أسلفت ما داير أرجع لأهمية موقع القرن الإفريقي في الخارطة العالمية وما يمثله من دور جيو استراتيجي
وكذلك ما تمثله دوله من جيوبوليتيك في المنطقة. لأنه الأخوان اللي استضيفوا قبلي أسهبوا في هذه المنطقة في هذه المسألة، ووروا أهمية موقع ما يسمى بدول القرن الإفريقي أو مصطلح القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر. ولأهميته أنا يمكن ما داير استرسل، لأنه قد تكون مسائل أكاديمية بحتة بحثية، ويمكن الأخوان أسهبوا فيها وأزهروا في هذا الأمر الموقع وأهميته. أنا يمكن داير أتناول من الجانب الجغرافي ما يسمى بدول القرن الإفريقي. هذه الدول المعلومة للكل أنه تطل على المحيط الهندي، وتتحكم هذه الدول في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب، وبالتالي تتحكم هذه طريقة التجارة العالمية وخاصة الخليج والمتجهة إلى أوروبا وأمريكا. هذا بدوره جعل هذا الموقع الجغرافي جعل دور للجانب الجيوبوليتيك للدول. إذا افترضنا أنه هذا المصطلح الجيوبوليتيك يفترض وجود علاقة بين قوة الدولة وموقعها الجغرافي. هذه الدول بتشكل يعني قد تكون عصب للاقتصاد العالمي، لكن للأسف الشديد نتيجة عوامل كثيرة جدا هذه المنطقة منطقة القرن الإفريقي لم تحظى بمسألة الاستقرار لعوامل كثيرة جدا، عوامل داخلية. تركيبة هذه الدول في تنوعها الإثني والديني، وعدم توظيف هذا التنوع بما يخدم شعوب المنطقة بتاع القرن الإفريقي من قبل الأنظمة الحاكمة. التنوع في حد ذاته شيء يعني إثراء جميل جدا لأي مجتمع، لكن الإشكالية إنه كيف يوظف هذا التنوع بحيث إنه يكون أول شيء عامل قوة وعامل استقرار داخلي، وبالتالي يسهم الإقليمي. فالكارثة بتاع هذه الدول الموجودة في دول القرن الإفريقي يعني أصيبت بحالة النزاعات الداخلية، سواء كان في الحقب الماضية زي وضع إريتريا والصومال وأثيوبيا، وده كله جعل إنه هذه الدول وهذه الشعوب هي ضحية للتدخلات الخارجية وخلق. والتدخلات الخارجية ما جاءت برضو يعني عرضا أو اعتباطا، مهدت لها أرضية قوى سياسية سواء كانت حاكمة أو كانت قوة سياسية فاعلة في الحراك بتاع هذه الدول الموجودة في القرن الإفريقي. يمكن أعطيها الفرصة لترجمة. شكرا أستاذ إبراهيم. انتي بالزلو مجمريا نتي أرستي قد محجي قد ما يزنبرو أبز حلف قنيات
ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ተኪረይ ክዛረብ ኣይኮንኩን እታ ሕፅር ኣቢለይ ብዛዕባ እቲ ጂኦግራፋዊ ዝርግሐ ክዛረብ እየ እቲ ጂኦግራፋዊ ዝርግሐ ኣብታ ከባቢና ዘሎ ናይ ቀያ ባሕርን ባበል መንደብ እዩ ስለዚ እዚኣ መንገዲ እዚኣ ናይ ዓለም ለኻዊ ንግዲ መንገዲ እዩ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣውሮፓ ናብ ኤሽያ ትወስድ ኣገዳሲ መንገዲ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ንግዲ በታ መንገዲ እያ ዝሓልፍ ይብል ኣሎ በታ ቀያሕ ባሕሪ ማለት እዩ እዚ ሃብቲ እዚ እተን ስርዓታት ኣብኡ ዘሎ ብግቡእ ኣይተጠቀመሉን እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ እዚአን ሃገራት ኣብኡ ዘለዎ ኣብ ሕድሕዳዊ ኩናት እየን ዘለዋ ከምቲ ኣብዛ ዝሓለፈ 60 ዓመታት ኩሉ ኣብ ሕድሕዳዊ ኩናት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት እዮም ይነብሩ እዮም ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ እቲ ሃብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂያዊ ቦታ ሒዘን እንከላ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምዕባለታት ኣይተረኣየን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ኣብዘን ሃገራት እዚአን ብጀካ ሕድሕዳዊ ኩናት ይብል ኣሎ መበል ካልኣይ ከዓ ብናይ ግዳም ምትእትታው ፅልዋው ኣብተን ሃገራት ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ንዓሆን ዝሃስያን ዘሎ ወይ ንዓሆም ንድሕሪት ዝገቶም ዘሎ ይብል ኣሎ እቲ ናይ ብዙሕነት እዩ ብዙሕነት ናይ ሃይማኖት ብዙሕነት ናይ ሕብረተሰባት ማለት እዩ ናይ ሃይማኖታዊ ይኹን ናይ ቀቢላ ይኹን ናይ ብሄራት ይኹን እዚ ብዙሕነት እዚ ንገዛ ርእሱ ሃብቲ እዩ ንብል ከለና ግን ሃብቲ እዩ ፅቡቅ እንተተጠቂም ከሉ ኣስጋኢ እዩ ከዓ ናብ ካልእ ኣንፈት እንተወሲድካዮ ሕድሕዳዊ ኩናት እንተኣትያ እተን ሃገራት እዚአን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕድሕዳዊ ኩናት እየን ዝነብራ ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ብዙሕነት ሃብቲ ንብል ዘለና ክጥቀመሉ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ሽግራት እያ ትነብር ዘላ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ግዳም ምትእትታው ይረኣይ ዘሎ يقول له الأستاذ إبراهيم فارغ تفضل أستاذ. طيب نجي لرؤية جبهة التحرير الإريترية للأحداث وخاصة واقع هذه الأحداث تجاه إريتريا. طبعا من البديهي جدا عندما تقول رؤية في موضوع معين أو في شأن معين تنطلق من حالتين. الأولى إنك أنت تكون أحد الفاعلين في خلق الأحداث أو تكون فاعل في صنع الأحداث عشان ما تكون عندك رؤية بمعنى إنك أنت تكون أحد الفاعلين في تحريك الأمور أو في صنع هذه الأحداث. النقطة الثانية تكون قريب من هذه الأحداث ومتابع دون أن تكون فاعل، تكون متابع من خلال المشاهدة، من خلال المعلومات ومن خلال الخلفية اللي يكون عندك لها التاريخية أو الخلفية للمكونات وطبيعة الأحداث، وبالتالي تحلل هذه المعلومات وكل ما لديك من معطيات حتى تصل إلى نتيجة، وهي اللي بتمثل رؤيتك. بمعنى إنه يعني بالمختصر المفيد الكلام اللي قاعد أقوله لأي جهة سياسية أو أي جهة مثلا مهنية، مثلا مركز دراسات، مركز بتاع دراسات، أو يعني دولة حتى تكون عندها رؤية في حدث معين، يا تكون فاعلة في هذه الأحداث مشاركة في صنعها، أو تكون متابعة، أو هذه الجهة المؤسسة أو الدولة أو كسلطة أو كقوة سياسية تكون متابعة من خلال مشاهدة، من خلال معلومات متوفرة عندها، من خلال معرفتها لطبيعة الأحداث، وبالتالي تكون رؤية. ودي يمكن أن ننطلق منها نحن جبهة التحرير الإريترية من النقطتين دين ننطلق لرؤيتنا للأحداث. ترجمة
حجي بزعبة نايريتو تقادلو حرنا ترترا بزعبة تي أب كبابينا زلو أحداث يبلالو زي بزعبو نحنا ريتو ناتنا كم تقادلو حرنا ترترا أبصل تي زكاية زلو أبتا كبابينا زكاية زلو تصلو أناتو انتايا بيرترا نبل انتخوينا بكلتنا قراتنا توكيسنا إن نخيدي نعزبي بلالو هذا تي زكاية زلو كوناتات نحنا وي هذا كابتم نايتي كايزلو ابو تساتيفنا ابو كم اقداسنتو تعذيبنا ابو كنساتف تي زكايزلو ابو تساتيفنا بزعبو كنسرح زغبانا يبلالو مبلكالا يخا كم تنتنتي ابتا خبابينا زكايزلو نكتاتلو بزعبو اخول حبريتا اخول انفورميشن كل والنا لو مخنياتو تي ناي تاريخاوي ناي تنتي ابتا كبابينا زلو وتكوناتات نحنا سلازل فلطو كم تعذبتينا كنريو زغبانا يبلالو مبل سالساي ازين كلتا نغرات زين نعهون هذا نحنا ابتا قداي زي كم تساتفتي كم قندي تطاوتك نخون زغبانا مبل كالاي كم تخاتاتلتي مابلتيو حجيب زخونه ناي بوليتيكا زنطف وي بزعبه ناي استراتيجياوي سنتر ناي مويا زنطف سب بزعبه زي قداي زي اخول حبريته كله اخول تنتانه كله اخول مكتتال كله مغنياتو انفتو نابي خيد الله كتفلد تدريخا زخونتات زي بناي بوليتيكا بناي مويا بناي حبريته كتكتاتلو زغبا اكايو سلازي نحنا كم تقادنا حال ترى إذا قداي إزي بعتو بينا نكتاتلو مخنيات صلواناتو أب هجرنا أب حزبنا سلزلو تقديسنا إنا نكتاتل يبلالو تفضل أستاذ إبراهيم. طيب إذا أخذنا الجانب الأول إنه لازم تكون أحد الفاعلين وصناع الأحداث نحن كجبهة التحرير الإريترية نمثل أحد الفاعلين والمؤثرين والمتأثرين بالأحداث عبر تاريخنا ورغم الظروف اللي حلت بينا لكن يعني نحن ما طلعنا من صناعة الأحداث في المنطقة من خلال تواجدنا الفاعل التواجد السياسي التواجد العسكري كذلك تواصلنا مع أصدقائنا في المنطقة وإيصال رؤيتنا لأحداث المنطقة وتأثيرها على إريتريا فلا أستاذ إبراهيم فار راح الصوت شبكة ضعيفة شبكة وصوته قاعد يتقطع الصوت الصورة المعلومات ما قاعد تسأل كاملة لأنه هو بيتكلم والصوت يتقطع في النص صحيح أستاذ إبراهيم فار سامعنا؟ نكون يعني بعيدين أتواصل معه وارجع ثواني مشكلة ناي كوميونيكيشن تجمعات سلازلو يو مخنياتو بسودان ستيبل ايكوننتي نتورك روب كن شجرينا كتاب نسيمة أستاذ إبراهيم كتاب يقصل لتن تزاريبه زنبرة ترجمون معلش نعم ترجمة هو بزعبة تاي نيرو بزعبة تي زلو كناتات قاليتو زنبرة أبكلت نطبي حجي تقدمايتي نطبي
نحنا كم أقدا سنت نايزي كناتات زينك أقدستي سبات أقدستي بارتي سلزخونا أقدستي نابزو قداي زي مخنياتو نعنا بتاريخ يكون بجغرافيا زرقاء يكون نحنا أبتا كبابي سلزلنا مستوم مشارختنا مستوم روحنا طبوع زمدنا سلزلنا نحنا قندي هذا كابتن قندي تصاوتي أبزو قداي زي نحنا يناي بلا الأستاذ إبراهيم بزعبا ناي بوليتيكا يكون بزعبا ناي وتحدراوي قدايات يكون نحنا نكتاتلينا مش مشارختنا شيرينا نقبر مش مشارختنا خار إيتونا نسمع بزعبا تيزلو كناتات خا تي ناي حبراوي ريتو بزعبا ناي حزبنا بزعبا ناي بارتناتنا كناتات نتوم مشارختنا ريتونا نقلص يبلا ليبل أستاذ إبراهيم تفضل. I think لسه أتونا اللمس. ايوه لسه والله الشبكه في السودان سيئه. حجيك أتو يا أمينو. اوكي. طاطري. اوكي. ብዙሕ ቅሬታን ሓተትና ኢና ንኩልኩም እቲ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ናይ ኔትወርክ ሽግር እዩ እቲ ኣጋጥሙ ዘሎ والشخص المفروض يكون معاه كان سافر عمره يعني ما متواجد المفروض يكون احتياطي يعني احتذر جدا ካልእ ሰብ እውን ምስኡ ከም ካልኣይ ክዳሎ ኢልና ኣብ ግምት ኣእቲናዮ ዝነበርና ንሱ እውን ኣጋጣሚ ገይሹ ንዑምራ ኢሉ ናብ ስዑድያ ገይሹ ብኡ ምክንያት ካልእ ዝተዳለወ ኣካል የለን ማለት እዩ ايوه الو ايوه استاذ ابراهيم الو الو ايوه مسموع الو مسموع ألو؟ واصل من حين كنت وقفتها واصل مسموع واصل الان واصل من حين ما كنت واقف طيب انا اقول ايوه نستطيع ان نقول انه جبهة التحرير الاريتريا تمثل كتنظيم سياسي احد الفاعلين في صنع الاحداث في المنطقة سواء كان سياسيا من خلال تواصلها مع الأصدقاء ومن هو فاعل في منطقة القرن الإفريقي وبالذات توضيح رؤيتنا حول طبيعة الوضع في إريتريا سواء كان عبر التاريخ يعني تصحيح المفاهيم حول الثورة الإريترية وكذلك مع بعد الاستقلال حول رؤيتنا للنظام نظام الجبهة الشعبية أو قيادة الجبهة الشعبية الحاكمة الآن في إريتريا. بالتالي نستطيع أن نقول إنه نحن نمثل أحد الفاعلين في صنع الأحداث في منطقة القرن الإفريقي في الجانب الإريتري، وكذلك من جانب آخر لدينا
يعني لما نقول الكلام ده في رؤيتنا ننطلق من دورنا في صنع الأحداث، ومن خلال ما نمتلكه من معلومات ومتابعة وتحليلنا لها ووضعها في قالب إنه بعد تحليلنا لهذه المعلومات وهذه المشاهدات نحللها ونطلع بنتيجة، وهذه النتيجة هي تمثل رؤيتنا كجبهة التحرير الإريترية في هذا الشأن. ترجمة ممكن؟ الو يلا استاذ ابراهيم እንደገና እንታይ ዘሎ ንሕና ከምታ ንሱ ገሊፅዋ ፀንሐ ኣብ 2 ነጥቢ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣገዳስቲ ቀንዲ ከም ስቶም ቀንዲ ተፃወቲ ኣብታ ከባቢ እናተፃወቱ ዘሎ ንሕና ሓደ ካብኣቶም ኢና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ብግቡእ ስለ ዝንፈልጦ ብዛዕባ ናይ ፅልዋ ናይ ሃገርና ዝምልከት نحن بقبل سلزن كتاتل بقبل سلزن تنتن هذا كابتن تطاوتينا يبلالو مخنياتو اتي ناي تاريخ ابكلتنا غراتي زي مقل بزعبا ناي رئيتو اتي غوغوي رئيتو بزعبا ناي ثوره اريترا اتي زنبر ناي تاريخ بزعبو اتي حقنا تاريخنا نغلص لتوم مشارختنا نتوم ابو زناطفو وزلو ناي قدام حيلي يخون وي ناي توم مشارختنا بتكباب مسانا زلو يبلالو مبل كالايخا نحنا بزعبا مرداتا تحقنيا مرداتا بزعبا تسرعتا باسمرا زلو نحنا بزعبو تي حقنيا نايتي سرعت اطمامتناتو نحنا هنا نفلطا مخنياتو نحنا هنا نقلصو انتاي يمثل سرعت ديكتاتور سرعت عبدنا زلو عمات سرعت نحنا سرزل فلطو بزعبو زخون اكل حبريتا يخون ويكالي يخون نحنا هنا بزعبو هنا نزارب بزعبو حبريتا نهبي بلا الاستاذ تفضل. طيب اذا كانت دي المنطلقات بتاع رؤيتنا، ما هي الاحداث الدائره في منطقه القرن الافريقي حتى عشان تكون عندنا فيها رؤيه؟ ما هي هذه الاحداث؟ بالتاكيد واللي يهمنا في الجانب ده الجانب الاريتري دون إهمال ودون إغفال للأحداث الأخرى في دول المنطقة، سواء كانت ممثلة في أثيوبيا، جيبوتي، صومال، كينيا، السودان، دون إغفالها. لكن نحن ما يهمنا فيها ما هي هذه الأحداث التي تدور في المنطقة وانعكاساتها على إريتريا. ده يمكن يخلينا انه في الشأن الإريتري لما نتحدث صحيح كانت هنالك ثورة وكانت هنالك فصائل وطنية إريترية تناضل من أجل استقلال إريتريا، ونحن ما نجحف حق أي فصيل بما فيها فصيل الجبهة الشعبية، نعتبر انه أحد الفصائل اللي كانت يعني تناضل من أجل استقلال إريتريا، وكذلك جبهة التحرير الإريترية وكذلك قوات التحرير الشعبية. المهم دون الخوض في تفاصيل الأسماء، يعني كانت هنالك قوة وطنية إريترية تناضل من أجل استقلال إريتريا. لكن حدثت أحداث منذ الثمانينات، وأنا ما داير أرجع بالشكل التفصيلي للثمانينات، لكن أبرز فصيل سياسي إريتري معين إنه يتصدر المشهد في إريتريا نتيجة العوامل اللي قلناها في البداية بتاع الندوة، إنه العامل الخارجي دائما يستقل الوضع الداخلي، وبالذات التناحرات والتشاحنات والتباينات والخلافات الداخلية يوظفها لصالحه. للأسف الشديد الجانب الخارجي وجد في إريتريا قوة تطيع رؤيته
وبالتالي بدعم هذه القوة استطاع إنه يتصدر المشهد دون مقومات وطنية، دون مقومات رؤية وطنية، عدا إقصاء الآخر، واللي تمثل في ضرب جبهة التحرير الإريترية. زي ما تقول إنه زهر هذا الفصيل، فصيل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، أداة مطيعة لتمرير مشاريع أجنبية في إريتريا وضرب القوة الوطنية، إخراجها مساحة والتأثير. يعني وظف هذه الخلافات اللي كانت موجودة توظيف سيء. شيء طبيعي جدا انه تكون في خلافات بين القوى السياسية في بلد واحد، ده شيء طبيعي جدا. لكن الما طبيعي انه يعني توظف عامل خارجي واللي هو خصما على سيادتك الوطنية. ودي يمكن أنا حاجيها فينا. أشبه هذا الاستقلال لما أنجز في 91 الكل معترف به إنه نتيجة تراكمات بتاع نضالات خاضت القوة الوطنية الإريترية أو الثورة الإريترية من خلال الكفاح المسلح. لكن هذا لا يعني إنه إغفال الجانب الخارجي. يعني جبهة التحرير الإريترية عام 79 كانت محررة كل المدن الإريترية. في سؤال يطرح: لماذا لم يحدث الاستقلال في 79 وجاء في 91؟ رقم رؤيتنا ورقم قناعتنا بالتضحيات القدمت خلال 30 سنة من شهداء، من لجوء، من كل المآسي بتاع الحروب. لكن هذا لا يعني انه نحن نقفل الجانب الخارجي والتدخلات الخارجيه. والكل يعلم ما كان يدور في نيروبي واتلانتا، كل هذه. فمع اعترافنا واقرارنا الكامل بهذه التضحيات اللي قدمت ونعترف بها ونقرها خلال 30 سنة عبر الكفاح المسلح، لكن هذا لا يعني انه برضو نقفل الجانب الخارجي والتآمر الحث على الاستقلال. وانطلاقا من ذلك ان احنا ما قعدنا نتفرج، طرحنا في 91 واثناء ما الجبهه الشعبيه طرحت مساله الاستفتاء. يمكن جبهه التحرير الإريترية في البدايه احجمت عن المساله بتاع الاستفتاء، لانه لماذا الاستفتاء؟ ما الجلاء تم يوم 25/5/91. لماذا الاستفتاء؟ لكن بعد اداركنا انه والله ان احنا اذا ما دخلنا الاستفتاء قد تكون المؤامره اصعب، وبالتالي ان احنا استفتينا واي شيء، وطرحنا بالمقابل انه تكون في مصالحه وطنيه. وده يخليني انه الحته بتاع التوظيف بتاع التنوع الديني الاثني داير حكمه وداير قوه ناضجه تستوعبه وتتعامل معه بروح وطنيه. لكن احنا قدمنا طبعا، حتى خاطبنا الحكومه المؤقته ممثله في اللي كانت مشكله في 93 91 اشكلت انه يكون في مؤتمر بتاع مصالحه وطنيه. يمكن ترجمه. ايوه بزعبا نايتي هلو كناتات كنزارب انت دلينا يبل تي ناي ابتكبابينا زلو ብዙሕ ነገራት ተኻይዱ ግን ኣብታ ፅልዋ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንዛረብ እንተኮይና
تي زنبرة أبجز ثورة بزح بارتيتات نيرو هزباو حيلتات نيرو هزباو جنبار تقادلو حرنة إريترا نيروم أب سبعاتات أب ثمانياتات أمود داتا جن توهلو ناي قلسي ناب حارنت ناب أبتيحنا 9 حدن يبلالو تي ناي ريزلت ناي 9 حدن ناي توهلو ناي بخبساتات جمرة قلسي ناي حزب إريترا ناي تقادلو ناي كله تقادلا تساتفلو زنبريو جن نحنا رئيتوناتنا تي قداماوا حيلي ستيل نيرو أبتا قال كفال كابتوم ناي ثورانا زدقف زنبرة قداماوا حيلي نتا حيلي تتقيمو كما يجيركان نتي ثوراني بين خاتم مرحاتهم قالوا كم زي ساتفو كم زوت وتقبرهم تي زنبرة كناتات كله تعازيمنايو قداماوا حيلي سلا زنبرة أب ثمانياتات يكون ولا مجمريا تسعاتات بزح ركبات تخيدو اب نيروبي ركبات تخيدو اب لندن ركبات نيرو يتقدام واحيلي متتاو اب ثورانا بزح نيرو بزعبا نايتي كناتات ناي مصائنا انفتنا باي تخيد الله انت حتيتنا نزي قدام واحيلي كاب زاتو زنبره قال كفال اب حزباو جنبار قنعه وتوانعه ابو تمركيسم نتوم كالوت بارتيتات كم أبتا قداينا حجرة وقداي تساتفوا عدل كليوم وي مسؤوم كذاته أي نبرن 9 حدن كم تأكل زفلتات تقعدنا حالة التراب تقداينا أي ريفرندم نحنا عين ساتفيننا أن المقنياتو عدد 10 حمشته والحاسر ور 9 10 حمشته قنبوت 9 حدن سراويتنا إثيوبيا ورلتنا إثيوبيا كلهم كم حجرنا وتيوم هاجرنا ناس أخوينا من تاينا ريفرندم نقبر يكايد إنا نزار منينا ولا بزعبوت صحوف قريبنا نيرنا شعوذ تمسرت منجستي أبا أسمرا نعوهم صحوف قريبنا لنا قلنا مود داتا نحن تساتيفنا من تاي تي كناتاتنا بكالة أنفتو كي خيد تعدل نهزب إريتراس بالزقونات ريتنا هزب إريتراس بالزقونات أمود داتا قل كنساتف وسينا مالتي يبرالو تي عندي تجمع زنبرة في أفلالا يا بريا أب فللي نايريتو زنبرة أب جزء ثورانا نتي ترقيبو زنبرة شو عدنا ينات النت كي هسه وين أفكال أنفتو كي خيد نحنا تساتفنا رئيتونا بدمتي أخا أقربنا بدحريو متطوعت أقربنا نيرنا ب9 حدن ناي هجراوي ناي هجراوي عرقي كايد قبائي تصوعنا مالتي كلهم بارتيتات أب دقة زناط في زنبرو أب هجرنا هذا كله طرنا فيه كلاتنا طرنف قبائي كايد ناي عرقي كايد أبعدنا مقنياته تي زلوا بزوحنت لمعت هجرني هجرنا حرا نموت ناب معبالك واسداك نطقمون له سلازي دلينا نيرنا قل سمعنا سلسعنا كساب حجي تي زي سممع يقص له نحن كم تقادلنا حالنا تريترا ريتوناتنا أبدا قداينا هجرنا تقديسنا نقلت نيرنا كاب زحر ناطرنا كساب لومي بزعبو أخول حبريتا أخول تنتاني أخول مصنعتينا نقبر كل جزء مستوم بشارختنا مستوم أبدا قداينا إزي كبابينا زلو قدامه وحيلي خا نعهم نقلت لهم قداينا بكاله أنفتو كي خيط كلهم أبتا كبابينا زلو مسانا كساتفو مسانا ريتونا كسمعو بزعبة سومال يكون بزعبة إثيوبيا بزعبة إريترا بزعبة أبتا كبابينا زلو كنتات نحنا كب نوح عامتاتنا نكتاتا نوح عامتات حبريتا أكوب حبريتا سلزلنا يوزب لالو أستاذ أمين جابر أنا الصوت ما قاعد أسمعه كويس وقاعد يجيني متقطع فيا ريت لو أخذت بعض النقاط في حال إذا اختفت النت تبعي أثناء الترجمة. تفضل أستاذ إبراهيم. طيب إن شاء الله. إذن ما هو التفسير للجبهة الشعبية إنه دائما تنفرد بالقرار السيادي الإريتري؟ احنا نعتقد انه دأبت الجبهة الشعبية او قيادة الجبهة الشعبية في الاستفراد
بالقرار الوطني الإريتري هروبا من الاستحقاقات الوطنية، لأنه عقليته عقلية ما ناضجة. كمثال إذا طرحنا مسألة التنمية والقضايا دي وحتى الديمقراطية، أعتقد أنه أول التنمية مفهوم متكامل، هو مفهوم متكامل، ما مسألة أنه تراكترات تزرع بها زراعة ولا تنشئ لك مجاري بتاع مياه. التنمية في النهاية تنمية الإنسان، وإنه يكون شريك يعني حقيقي في النهوض ببلده. وحتى الديمقراطية لا بتعني إنه انتخابات واختراع في صناديق عشان تجيب من يحكم، ولا ده جزء من المفهوم بتاع الديمقراطية. لكن الديمقراطية منظومة معرفية متكاملة. فالجبهة الشعبية هروبا من الاستحقاقات الوطنية دائما تلجأ لافتعال قضايا، وهي ممكن هذه القضايا مقدور عليها لو اتحكمت أو حكمت عقلا، سواء كان في الداخل، مثلا كون إنه يقول يعني القرار السبياني المناضج الصدر في 21/6/91 بعد شهر من الاستقلال، يقعد سياسي يقول إنه الداير يجي لإريتريا نقبله كفرد، لكن نحن لا نؤمن بقوة سياسية أخرى غير الجبهة الشعبية. ده أعتقد إنه التفسير المنطقي له هروب هو من الاستحقاق، لأنه أنت ما تمتلك الحقيقة كاملة، تمتلك نصف الحقيقة. الحقيقة عشان ما تتكامل تكملها مع الطرف الثاني. فهذه الأطراف لا ممكن الأطراف السياسية تقعد تقول لا تعالي كأفراد. فالتفسير بتاع استفراد الجبهة الشعبية ودائما سعيها وخلق مشاكسات مع دول الجوار، ده كله هروب من الاستحقاقات الوطنية اللي هي مفترض أن احنا بعد 91 نتجه في بناء دولة إريتريا، من نظام حكمها، من نظام تنميتها الاقتصادية، من مصالحات وطنية تجاه مجتمعية، وحل الخلافات والتباينات السياسية، نتجه تجاه بناء الدولة الإريترية. لا يمكن أنه نفتعل لنا حتى نظام الويان تقرأ الليلة اللي قاعدين يقولوا إنه مهدد السيادة والقضايا دي. يعني لماذا السكوت في 91 و93 يعني عن قضايا أساسية أنت استغليت كبلد، كنت يعني تحارب في بلد وبلد جاري، يعني تحدد حدودك. يعني بدم دي زهرة 98 يعني هل ما كانت موجودة على الخارطة الجغرافية يعني قبل 98؟ ولا بورة ما كانت موجودة يعني؟ لكن ما ممكن البلد تمشي بعقلية ويسوقك على أساس إن أنت لازم تكون تابع له في رؤيته. فهذه الافتعالات اللي هي قاعد يصنع النظام هي في المحصلة النهائية وفق رؤيتنا هي هروب من الاستحقاقات الوطنية. ترجمة بزعبانا كاب 9 حدن كساب حجي زرانايا وكناتات بزعبا هزباو قنبار كساب حجي ابتعدي نبينهم يوم زم حداد روا
السلطان خان عهم طرايو زخون مريض يوم زلو مخنياتو مشارختي ناي وشتي يكون وين كالي بديمقراطية سواء جباب هجر كتم حدادر دحرنا صنت مواج بزح سبيو زمنا نيرو جن اتي زقاتمي علوة ابتناي ناي ثورة بهجيتات نا حزب إريترا علوة تقايدلو بديمقراطية سواء جباب بسلام جباب كتم حدادر هجر حزبات قرنف هجر كل سب يمنا نيرو دحرنا صنت بأنصارو خا حدا رئيتو حدا بارتي اتزقاطم ايو كمتا رأنايو دحري ورحي كاب جزا حارنات مالتيو او ورحي شدشته شحنت شعتمتن تسعان حدا زتأوجا اواج نيرو اسياس افرقي ابتعدي زخونو ناي بارتيتاتنا إريتراون بارتيتات أبدقة زلهم بولقي كم ولقي سبيكم تأتون بر كم طرنفات كم بارتيتات عين فقدلكم هنا كتأتوا زبلو كساب حجيخ أي قصر لالو تي زوات عواج مخنياتو كابتانا هاجراوي حتوتات مهداميو نزيت أو يجي زنبري تي أما أبتكا بابينا زراعنا يو كينات مس هاجرات كابتانا هاجراوي حتو مهداميو أمبر كادي ترجم يبلون مخنياتو دحري تسعان حدا بعدنا كينات تتكايد وي ناي بوليتيكا قجيت كقاطميو إلنا عين حاسبنينا نيرنا ناب معبالي ناب محنات حقرينا كنوفرنا نبنيرنا مخنيا جن زقاطمنا كاليو كمتا تروا زلهم حدا بارتي حنتريتو بحدا علامة يزكايد زلو إزي حجي زمت زلو عامتات زوسدا كاب حزب إريترا الأسرع عامتنا يقداي بادما يكون وين يبورا يكون أبتسعن حدا قداي بادما عين برندو شعو تسعان حدا عدي النيرة دوبنا كنهدس ريفرندم تكايدو تي ريفرندم دوب كهنطط نيرو شعو تسعان سلستن نمنتاي دوب ايت هنططن بادما شعو عين برتن مالتيو ولا بوري عين برتن ولا حجي زمت قدايو إذا كله كابتح أنا هجراو حتو مهداميو تطقيم مملوم يوم زلون برنا كالي قداي ويعني قداي كالي حجي نسمعو زلنا مسكالا هجرات خابة أسيز فتر زلو قداي دوب شعوك ودانيرو مستجز ريفرندم يبلالو مخنياتو إتي أبعدنا زلو هذا حنتي رئيتو نهجر عيد هنتنيا نحاده سب والقسب هجر نبينو كحنت أيو حدا بارتي نبر نهجرت هجر بمولع حزب مولع توكيلو كسرح يزبل انت الله اي عوتنيو بتان يازلنا تعنوت عقاطي مزلو نزي كاب هجراوي حتى مهدام سلازخونه يو تفضل استاذ. طيب ما هي الادوات اللي بيستقلها النظام في هروبه من الاستحقاقات الوطنية؟ الأدوات اللي يستخدمها لحالة فرض الاستبداد والديكتاتورية. نحن نعتقد في جبهة التحرير الإريترية الصراع في إريتريا هو صراع سياسي بحت. لا عندنا مشكلة دينية بتاع مسيحيين مسلمين ولا بتاع مشكلة قبائل تتناحر فيما بينها ولا مشكلة بتاع أي كان يعني نابعة من الواقع. نحن المشكلة في إريتريا أو خلافنا مع هذا النظام خلاف سياسي بحت. كيف تحكم إريتريا؟ ومن هذا المنطلق ما قعدنا ساكت، قدمنا رؤية متكاملة في 93 إنه كيف تحكم إريتريا بغض النظر من يحكمها. أول نضع البلان أو الخطة تحكم على ضوء إريتريا. كيف تحكم إريتريا؟ نحن نشوف إن إريتريا تحكم عبر الديمقراطية، تعددية سياسية، حريات متكاملة،
سواء كانت حريات سياسية، حريات ثقافية، حريات دينية، وده شيء طبيعي جدا للإنسان. أنا ما ممكن أتحكم في الإنسان عشان أقعد أقول له ما أفصل لك من دين أنت تتبعه، ما أفصل لك من لغة أنت تتبعه، ما أفصل لك أنا من ثقافة تتبعه. الإنسان ولد حرا وتقر له المواثيق الوضعية، وكذلك المعتقدات الدينية بحريته. فهذه الحرية يعني حرية متكاملة لا يمكن أن تقبل الانتقاص. النظام يوظف هذا التنوع الموجود، تارة يحاول انه يشق الصف، انه والله يا اخي الفصائل المعارضه فصائل دينيه، هي فصائل عميله لجهات اجنبيه، يطرح قضايا يعني مساله الى اللقاط والقضايا هي قضايا حقيقيه. انا ما اقول انه والله يا اخي ممكن الناس تطرح مساله اللقاء وكيف نحن يعني نختار يا اللقاء، شيء طبيعي جدا، لكن يعني يحاول برؤيته ويلزم بها الاخرين. عشان كده نحن قدمنا رؤيتنا متكامله، ويمكن اول تنظيم سياسي بدون اي يعني مكابره وبدون اي تعالي نتيجه معرفتنا للواقع الإريتري. قدمنا رؤية متكاملة إنه إريتريا تحكم عبر الحكم اللامركزي إداريا، وهذا الحكم اللامركزي يكون مضمن في دستور، لأنه العقد اللي يجمع بيننا نحن كمجتمع إريتري بكل مكوناتنا هو العقد الممثل في الدستور. هذا العقد الاجتماعي السياسي هو مرجعيتنا وفيصلنا في كل شيء. عشان كده نحن طرحنا مسألة الحكم اللامركزي. تحت هذا الحكم اللامركزي طرحنا فيه تفاصيل، حتى في مسألة التنمية، مسألة الاقتصاد، كيف تكون مسألة بناء هياكل الدولة، كيف يكون من جيش، من كل مكونات هياكل السلطة في الدولة الإريترية. التوظيف الثاني اللي يوظفه اللي هو، ودي نقطة مهمة جدا، اللي هو استقلال الموقع الاستراتيجي لإريتريا. إنه إريتريا تقع في موقع استراتيجي يعني مهم جدا في منطقة القرن الإفريقي، سواء كان في منطقة جنوب البحر الأحمر، 126 جزيرة، مينائين، أرض يعني خصبة، يعني أرض يعني بكر. هذا الموقع الاستراتيجي لإريتريا يستقل النظام ويسوق به عند الآخرين لحماية نفسه. مفترض هذا الموقع الاستراتيجي يوظف لصالح بناء الدولة الإريترية. نحن صحيح ما موجودين في كوكب آخر، موجودين في كوكب الأرض. إريتريا موجودة في كوكب الأرض. هذه الموارد وهذه الموقع الاستراتيجي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بهم ما يخدم مصلحتنا ودون التعدي على سيادتنا، بمعنى إنه إريتريا تكون جزء إيجابي في استقرار المنطقة، مش تصدير حروبات أو حروب ومناكفات. يجب أنه تكون إريتريا تلعب دور الفاعل الإيجابي. فالموقع الاستراتيجي النظام يستقله، وزي ما ذكرت أنا في بداية الندوة
حتى العامل الخارجي، التدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية، هي في النهاية الأرضية تمهد لها في الداخل. كل ما كانت الأنظمة الموجودة في المنطقة أنظمة هشة وأنظمة كل همها محافظتها على كرسي السلطة وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلد في بلدها وكبت الحريات، هي الأرضية تمهد لها هذه الأنظمة، وبالتالي ديك تؤمن بمصلحتها، ما بيهمها إذا سياسة أو نظام الجبهة الشعبية أو النظام الحاكم حاليا، أما لها مصالحها. يمكن مسألة حقوق الإنسان في إريتريا والقضايا دي تجي في درجة ثانية ولا ثالثة بالنسبة لها هي. إذن وظف هذا النظام الموقع الاستراتيجي لإريتريا للمحافظة ولمواصلة سياساته القائمة على انتهاكات حقوق الإنسان الإريتري وضياع السيادة الإريترية. ضياع السيادة الإريترية. ترجمة. اوكي. اتي سرعت كابتن اي هاغراو حتو قبو مهدام ناب كلتا رقاحيتاتيو زتقم كلتا اقبابي زتقم مجمريا نتي سلطانو كحلو يلو بحيلي زي محدادرا تهاجر بنايت اتا عينت اقبابي زي محدادرا سلازي اتي ابعدنا زلو نحنا كم تقادرنا حارنا تريترا ريتونا بزعبا تي ابعدنا زلو في اللي ناي بوليتيكا وددريو مخنياتو نحنا بريتونا امنتايا تمركز هاجرنا دحر 9 حادن حرا وطيا هاجر يا زلا نحنا ريتونا نقلصا بأكب بصحف ما مغربنا نيرنا بزعبا كما يغيركا هاجركا تمحدادر زيا هاجر زيا بمنتايا تمحدادر بديمقراطيا واقبابيا تمحدادر إلنا ورقات أغربنا نيرنا إما ما أغربنا نيرنا نتم سلطان حزم زنبرة شعو بقبو ورقتنا ركبنا مخنياتو نحنا أبعدنا تيزلو ناي بوليتيكا في اللي ينبر في الليات ناي هايمانوت يبلنا قجتنا هايمانوت يبلنا ناي قبيلاوي يبلنا ناي كالي يبلنا تيزلو كما يجيركا هاجر تم محدادر نحنا أبتا زغربنا يا ورقات هاجرنا بديمقراطيا وأقباب كتم محدادر قوام كله قوام كلاتنا نعنا زوكل سنترلايز زي كونت هاجر بزعبا ناي محدرة كتخون محدراوي زي سنترالاوي نجارات كم محدادر بمحدرة أو أقربنا نيرنا بزعبا ناي مسالات والدسب كلها مسالات ناي أمنات يخون ناي بوليتيكا يخون ناي كالي يخون كله بحقي سفيرو أبقوام سفيرو بتا قوامنا كان محدادر ديمقراطياوي سرعات كنتكلينا نقالس نيرنا بدحريوها تي زقربنا يا ماما بزعبو تتقاليليا جن اتي سرعات نزي قداي ازي نابزي حتو تاتنا هاجراو حتو كي ملس ناب حيلي تقييمو بجكا مسار مقتال ابتا كبابينا خا حنفشفش عينة مفطار اتي ابتا كبابينا زلو هاجرات خا ازيان دخومات هاجرات سرعتات يوم ني قداما وحيلي زتباب عين متستاو مخنياتو ناي مسالاتو دسب اي حلوانين نزخونو ناي ناصنتا وي اتي زلو سرعتات نتي سلطانو يزحلو كما يجير كان تسيديا يخات حلو مبر قداينا ربحتات هاجر ربحتات ناي حزبي قدامنا سريعو اي سرحنيو سلازي اتي ناي قداما وحيلي عدلات تفطيرو بايتا تفطيرو ابتن ابتا كبابينا زل هاجرات متتاوي يفطروا مبركالا يتسرعتا بس بعدنا زلو نتا استراتيجياوي زرقاحنا هاجرنا نعه تتقيمو كما يجيركا نسلطانو يحلو ترايو مبر ني هاجر نربح حزبين نربح هاجرن مهنات هاجر اي كونن تي ابعدنا زلو ل 126 دسيت كلتا ودبات حرشاوي ناي عندنا بوتاتات ناي عندنا هبتي زلو ابعدنا
ናይ ቱሪዝም ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ሃብትታት ኣብ ዓድና ዘሎ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ዝውዕል ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ነዚ ስርዓት ዘሎ ነተሰድያ ናቶም እዮም ዝሕልው ከመይ ጌርካ ነቲ ዕላማ ናቶም ስልጣኖም ምንዋሕ ነተሰድያ ምሕላው ይጥቀመሉ እዮም ዘለዎ እተን ኣብታ ከባቢና ዘሎ ብልክዕ ኣብ ዓድና ዘሎ ስልጣን ይመሳሰሉ ምክንያቱ ረብሓታት ናይ ህዝብን ረብሓታት ናይ ሃገርን ምህናፅ ሃገራውነት ተጠቂሞም ንሃገር ንህዝብን ከመዕብሉ ዘይኮነስ ነቲ ስልጣኖም እዮም ዝሕልው ስለዚ ነቲ ባይታ ረኺቡ ዘሎ እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ድኹማት ስርዓታት ስለ ዘሎ እዩ ኣብታ ከባቢና تفضل استاذ. طيب اذا حتى لا اطيل الحديث لانه من خلال المناقشات ومن خلال الحوارات يمكن في قضايا يعني الواحد يقدر يتناولها لكن انا ما ذكرته طبعا مش انه هو يعني غائب عن الاخرين لكن هو في النهايه يمثل رؤيه جبهه التحرير الاريتريه وهو تنشيط المناقشات والحوارات. طيب ما هو المخرج او ما العمل امام هذه الظواهر ذكرت؟ نحن نعتقد انه رؤيتنا في هذا الامر تتمثل في جانبين. الكل اجمع بما فيها عناصر مناضله داخل الجبهه الشعبيه سواء كان المعتقلين بتاع جي 15 او اخرون من اعلاميين من فاعلين في الواقع الاريتري من كل جوانبه اليوم يعني وراء القضبان بمعنى انه الكل اجمع انه يجب اقتلاع هذا النظام الممثل في النظام الدكتاتوري الكل نظام يرحل ويسقط ويكون هنالك البديل الوطني الديمقراطي ليحكم أو يتصدر المشهد السياسي الإريتري. نحن نعتقد أنه المخرج يكمن في أنه هذه القوى المناضلة المسمى القوى المقاومة لهذا الاستبداد والمعارضة له في توجهاته يجب أنه هذه القوى تتنادى فيما بينها وتخلق شيء يطمئن الشعب الإريتري إنه التغيير قادم وبذلت كثير من الجهود في هذا الأمر ويمكن أتت أكلها من التحالف الوطني الإريتري إلى التحالف الديمقراطي الإريتري إلى المجلس الوطني. هذه مظلات يعني يشاد بها لكن يجب أنه تفعيلها وتكون تحوي كل المكونات للمعارضة الإريترية سواء كانت قوى سياسية منظمات مجتمع مدني المكونات الاجتماعية لإريتريا بكل ألوانها حتى نستطيع خلق جبهة وطنية معارضة وتمثل بديل حقيقي عن النظام الحاكم الآن في إريتريا ويقنع المواطن الإريتري ويقنع الآخر من أصدقاء من أشقاء من هم أصحاب الضمير. النقطة الثانية ده إذا كان على صعيدنا الداخلي. على الصعيد الخارجي سواء كان إقليميا أو دوليا نحن لا نتحمل في رؤيتنا كجبهة التحرير الإريترية أي سلوك سبياني
عدائي قام به هذا النظام تجاه شعوب ودول الجوار، وبالمقابل نطالب هذه الشعوب وهذه الدول انه لا تعامل الشعب الاريتري بنكاية بافعال هذا النظام او سلوكيات هذا النظام. وفي هذا الجانب يعني نحن تستحضرنا كيفية حماية اللاجئين الاريتريين حتى لا يكونوا ضحية في الدول اللي يفتعل معاهم النظام الحروب، سواء كان في اثيوبيا ولا في السودان. هؤلاء اللاجئين الاريتريين يجب ان تكون لهم الحمايه القانونيه، ونحن ندفع كلنا كمعارضه اريتريه يجب، لان هذه الدول قاعده تمر بحروب داخليه، واللاجئ الاريتري اصبح ضحيه، سواء كان في السودان من خلال خطاب الكراهيه الموجود، وفي اثيوبيا من خلال الحروب الموجوده. اذا نحن لا نتحمل وزر ما قام به هذا النظام. وفي الجانب الاخر ندعو انه هذه الدول تنظر لإريتريا انه إريتريا مش هي نظام اسياس وعصابته. إريتريا اكبر من ذلك، شعبها مسالم يعي تماما كيف يتعايش مع جيرانه بما يحفز سيادته، والشعب الإريتري له المقومات حتى عشان يكون يلعب الدور الإيجابي في المنطقة الموجودة فيها منطقة القرن الإفريقي، على أساس أنه يعمها السلام، لأنه اليوم إريتريا بقت حالة نكرة. فنحن ندعو الشعوب والدول الموجودة في المنطقة إنه ما تنظر لإريتريا بمنظار النظام، لأن هذا النظام هو المهدد الأول للسيادة الإريترية. كمثال الحرب الأخيرة في أثيوبيا اللي بدأت في أول الخلافات الأثيوبية الأثيوبية، هذا النظام يعني السؤال المنطقي ما هي مصلحة إريتريا وما هي مصلحة الجند الإريتري حتى يصل إلى تجراي وإلى أرمو ولا إلى إقليم العفر ولا إقليم الأمهرة، حتى يكون ضحية لهذه الحروب من أي مصلحة مين؟ وإيه يعني نحن نجنيه شنو؟ حتى لو قلنا إنه والله يا أخي يعني مهددين السيادة، طيب أنت كون في حدودك، أجيب في حدودك وأقول أنا قاعد أحمي بلدي، خليك في مرب ولا في أي حتة anyway يعني من حدود بلدك يعني، لكن تصل عمقها. وبنفس الطريقة تدخلات النظام في أوضاع السودان ومرات يقدم مبادرات لحل الخلافات وانت ما حل مشكلتك. شنو المبادرات؟ وش المنطقي يعني؟ حتى إذا قلنا في مشاكل في السودان، ما في الاتحاد الإفريقي، انت ما عضو في الاتحاد الإفريقي، خلاص رؤيتك يمثل الاتحاد الإفريقي، انت عضو في الإيجاد. عشان كده احنا نقول كل ما يقوم به هذا النظام هو مهدد للسيادة، وبالتالي احنا ما نتحمله. رقم توضيح رؤيتنا ونحن كجبهة التحرير الإريترية، هذا الكلام اللي قاعدين نقوله ما قاعدين نقوله في منصات ندوات، قاعدين نوصل ولينا علاقاتنا بأطراف الصراعات في المنطقة، سواء كان في أثيوبيا، سواء كان في السودان، سواء كان في الصومال، قاعدين نوصل رؤيتنا اللي هي ممثلة في إنه إريتريا تتطلع لاستقرار، وما يقوم به النظام هو يعني شيء جنوني ولإشباع رغباته وتطلعاته الفردية، وإهانة السيادة اللي قاعد يدافع عنها النظام ضد وياني، ما هو ذاته أنهاها يعني كون إنه يعني يجسوا
امام تمثال هيلي سلاس في الاتحاد الافريقي، سواء كان يمشي لاقليم الامهره ويقعد يقول في اول زياره له يقعد يقول انه والله اللي يعتقد انه الشعب الاريتري والشعب الاثيوبي شعبين فهو واهم. طيب مين السياده دي من وين؟ فاي تدخل خارجي هو قاعد يخلق له الارضيه. الارضيه قاعد يخلقها النظام. بالتالي نحن كجبهه التحرير الاريتريه في الاوضاع الداخليه نقول انه القوى الوطنيه الاريتريه وما لدينا من معلومات وقراءتنا للاحداث ومن خلال وجودنا في مواقع صنع الاحداث انه التغيير آتي، حتى لا نكون يعني ناتي في كقوه معارضه اريتريه في مؤخره هذه التغيير. يجب ان نتنادى، والليله المظلات موجوده، المجلس الوطني الاريتري موجود، يمكن المظله اللي بتعبر عن المعارضه الاريتريه، ونحاول نطور فيها. وجبهه التحرير الاريتريه جزء ومكون من المكونين الاساسيين لهذه المظله، يعني يجب ان نطور فيها، نقوي وسائل النضاليه. ومن الجانب الاخر يجب انه احنا لا نتحمل اي وزر يقوم به النظام واي رد فعل تقوم به هذه الدول وهذه الشعوب، رغم استخدامنا للدبلوماسيه الوقائيه من خلال لقاءاتنا مع الاطراف الصراعات في اثيوبيا، في السودان، في الصومال. قاعدين نلتقي بهم ونوضح وجهه نظرنا. ترجمه يمكن. كمتا نسو زبلا زنبر أستاذ بزعبا إذا أنا قلت زلخو نعاهم أسفي حبي لي قلت زلخو نسخهم كلهم أطبقكم يخم تفلتو جن رئيتنا تقادلو حرة الإتراس لزخونه دقيمي قليت أيو إنت بداي كمتا نسو كمتا نقلت زلبرنا بزعبو كان الزارب نوح زارب جن اتيري اتناتنا أبكلت شنخات يا تمقل تقدمايتي قداي وشتاوي ناي وشتاوي ناي وشتا هجرنا يو ناي وشتاوي ناي زوم قدام بدم بتقاوم تزلو ما بالكلاي خاتي ناي وطعي متستاوي ناي قدام متستاوي مالتشو بزعبا ناي وشتاوي قداينا إريتراويان نحنا زملكتنا نحنا أبداً بتقاوم تزلنا كلاتنا كابنوي عامتات بزعبا ناي قالسي ناتنا يقص اللي يزلو توم ولا توم أبهزباو قنبار زنبرو عبيت حلفتي تأثيرهم زلو ولا بدق وطيوم نزي سرعة زي قاوم زلو تدم بتقاومتي أبدي وان زي فريق كله نحنا مستوم مشارختنا كلهم أبحنتي عباي قنبار تطرنيفنا نتبه جتاتنا حزبنا سلامنا يرهوان أبقى زلوت سلازلنا نتي زلنا بهجتاتنا عبيو أو أبزوان زي مس كلهم مشارختي مس كلهم دليتي فتحي بس كلهم بارتتات بحنسب سريحنا نزي بسرعة زي أب حتصير أوان كنودقوا وي كناليو زقوب أنا وإلو ما بالكلاي خان إحنا أبزي وانزي اتزلوا كناتات أزيو هجرنا بحما كناتات يا زلا مغنياتو لومي اتسرعات بزعبان هي لولا ونت هجرنا يزارب الله اتي تتاو أب قداينا لولا ونت هجر انتخينون من تاي سراويتنا أب كل أوروما بتيهم وين بتجراي بتيهم وين بعفر بتيهم أبدوبهم تطاو زي بلو نمنتاي يوم وشتي إثيوبيا أبتحت حدا وكينات أتيوم نحد يدقف عن صار تخالي عتيهم تزرع أنا يو كله أسجائي كناتات تفطير زلو أب تتاو أبتنا وشتاو نجارات نيتان حجرات زين نحنا كم دم بتقاومتي لو نتنا لو ما عيترقتين
ልኡላውነት ናይ ሃገርና እቲ ስርዓት እዩ ዝረጋገፅ ዘሎ እምበር ካሊእ ግዳም ካብ ደገ መፂኡ ልኡላውነት ሃገርና ዝረግፅ ዘሎ ኣይመስለናን እዩ ምክንያቱ ኣብታ ዝረኣናዮ ኣብዘን 2 ዓመታት ኣብ ቅድሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቅድሚ ናይ ሓወልቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ጠጠው ኢሎም ሰላም ዝብሉ ዝነበሩ መራሕቲ መንግስቲ ናይ ኣብታ ዓድና ዘሎ መንግስቲ እዮም ኣብ ክሊ ናይ ኣምሓራ ከይዶም ከዓ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ከም ሓሳባት ዝግለጽ ዝነበረ ኩሉ ሰሚዕናዮ ብኣፉ ተዛሪቡ እቲ ስርዓት ኣቡ ዘሎ ሓላፊ ናይቶም ስርዓት ዘሎ ወይ ናይቶም ጭፍራ ኣስያዝ ዘሎ እንታይ ኢሎም ንሕና ክልተ ኣምሓራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክልተ ህዝቢ ዝብል ሰብ እንተሎ ነቲ ምዕባለታት ኣብቲ ኩነታት ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም ሓደ ህዝቢ እዩ ዝበለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከዓ ትዝክሩ ይኹም እቲ ዝነበረ ዑደታት እቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ልኡላውነት ሃገርና ዝረግፅ እዩ ነይሩ ኣንጻር ናይ ልኡላውነት ሃገርና ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ እቲ ተዓዚብናዮ ዝነበርና ስለዚ ንሽም ልኡላውነት ምክልኻል ኢና ናብ ውሽጢ ትግራይ ምእታው ኣው ንሽጢ ኣምሓራ ምብፃሕ ኣው ናብ እንዳ ዓፈር ምብፃሕ እዚ ኩሉ ረብሓ ሃገርና ወይ ረብሓ ህዝብና ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ንቃወሙ ንምንታይ እቲ ደንበ ተቃወምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ብሓንሳብ ሓቢሮም ንሓደ ፅላል ገይሮም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ፈቲና ሃገራዊ ባይቶ ነይሩ ናይ ክዳን ነይሩ ናይ ደንበ ተቃወምቲ ሕጂ ከዓ ሃገራዊ ባይቶ ኣሎ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ከመይ ጌርና ኣብኡ ንሕና ኣባላት ኢና ከመይ ጌርና ነምዕብሉ ከመይ ጌርና ነማሓይሹ ኩሎም ባርትታት ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ኣብ ናይ ሲቪል ኣሶሲዬሽን ዘሎ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣብኡ ተሳቲፉ ከመይ ጌርና ናብ ለውጢ ኢና ንቃለስ ንሃገርናን ህዝብናን ሓራ ክነውፁ ኢሉ መበል ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና እቲ ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ እቲ ጭፍራ ናይቲ ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ ኣብተን ሃገራት ምትእትታው ኣብ ሶማሌ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ ስለዚ ነዚያን ሃገራት እዚአን ነተን ህዝብታት ናይዚያን ሃገራት ነተን መንግስታት ናይዚያን ሃገራት እዚአን እዚ ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ ኣንጻር ህዝብና ከይወስዱ እቲ ህዝብና ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ግዳይ ናይዚ ጉዳይ ከይኸውን ህዝብና ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ንላቦ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ኢድ ስለ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ፀሊኡ ኣብ ስደት እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ወይ ኣብ ሱዳን እቲ ምትእትታው ናይ ሓይሊ ድዩ ወይ ናይ ካሊእ ዝገብሩ ዘሎ ኩላትና ንሪኡ ኢና ዘለና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘይብሉ ንሕና ብምስቶም መሻርክትና ብተፈላለየ መንገዲ መንግስታት ይኹን ወይ ወከልቲ ህዝቢ ንገልፀሎም ኢና ዘለና ህዝብና ግዳይ ናይ እዚ ጉዳይ እዚ ከይኸውን ንላቦ ኢሉ መበል ካልኣይ ከዓ ኣብዚያ ንሪያ ዘለና ኣብቲ ምትእትታው ኣብ ሱዳን ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሱዳን ኣብኡ ሓንሳብ ከም ኣማኸርቲዮም ዝመፁ ወከልቲ ናይቲ ስርዓት ሓንሳብ ከዓ ኣብታ ኩናት እትዮም ኢድ ይህልዎም ሓሳብ እንተሎ ከም ንሕና ኣባላት ኤርትራ ኣባል ናይ ሕብረት ሃገራት ኣፍሪካ እያ ናይ ኢጋድ ኣባልነት ኣለና እቲ ናይ ወከልቲ ናይ ኢጋድን ናይ ሕብረት ሃገራት ዓፍወን ሕብረት ሃገራት ኣፍሪካ ንዓኹም ወኪሎም እቲ ጉዳይ ብኦም እዮም ዝፍታሕ ብቐጥታ ምትእትታው ከም ኣማኸርቲ ወይ ከም ናይ ደለይቲ ፍትሕን ደለይቲ ፍታሕ ኣለና ኢሎም ሓሳባት ዘቕርቡ ዘሎ ናይ ነቲ ስርዓቶም ከፀበቑ እዩ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሎም ኣይኮነን ይብል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ደንበ ተቃወምቲ እቲ ለብዎ ዘሎ ንሕና ከም ተጋድሎ ርእይቶ ተጋድሎ ሓነት ኤርትራ እዚ ደንበ ተቃወምቲ ብሓንሳብ ኩሎም ተጠርኒፎም ኣብ ሓደ ፅላል ኮይኖም ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ለውጢ ከምፁ ንህዝቢ ኤርትራ ከድሕኑ ንሃገርና ልኡላውነትና ክንሕሉ እላቦ ኢሉ መወዳእታ شكرا استاذ طيب انا يعني اكتفي بذلك واسف على الاطاله ومن خلال
أنا ما أقول الأسئلة وهنا من خلال المناقشات يمكن نحن في النهاية ده ما قلناه رأينا وما نحن نمتلك الحقيقة كاملة بقدر ما نمتلك نصف الحقيقة، ومع الآخرين نكمل رؤيتنا. فأنا أشكركم على الاستماع، ومن خلال النقاشات يعني نقدر نوضح أكثر. وشكرا. أبزيا أنا بوغني أمودة تابتسيحة اللخو سيدزي حتون رئيتون كتعن تأرستي كنسفحو سلازنخل نحن بزعباء احترب بيلي بزعباء تاريتون اي تقادرون حالنا تلتنا يا قديس اي اللخو سلازي مس نخال اوتخا بزي تساتفتي مسانا زلخم رئيتوهم حتوتات تقداي بسفي حبينا كلوبرو سلازنخل يغني الليل. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ إبراهيم فار، وكذلك شكرا لك أستاذ أبو بكر. تين لما علت حزوز قربت حستو أبزيد ودي له قتلنا نحن أفتينا يحطون ملسن كيدينا مالتي بزيادة لما علتي أستاذ إبراهيم نتي كلمة حجي ببزوحات كابتو ماقايشنا بزعباتنا جغرافياوي أقوامتانا كرنا أفريقيا يكون تخالق نقرات بتنتنا هقلت لزغنيه لومي فلي بزبالي مستي مرقص نايتي ناتو مودب بزملكت بزيادة تي كندي شجرات أبتي كبابينا بسنكتي سرعة تفترة نوعي وختنتنامتيو يغني لنا. شكرا لك أستاذ إبراهيم. كابزغت إلنا تنا يحطون ملسن عدل تخفيت له أداوكم حفظ بلو تقوليهم. أهلا وسهلا. تفضل أبو بكر قول لهم بالعربي. الأستاذ إبراهيم قال إنه هو كمل الحديث بشكل مختصر وبشكل مفيد، ونحن نشكره في ذلك. فعلى الجميع أن يرفع أيديهم للمشاركة سواء كان بالسؤال أو طرح الإضافات القيمة لإسراء النقاش. وتفضلوا. كبداية حيكون إن شاء الله سؤال وجواب زي المعتاد، وبعد كده حندخل في الجولة الثانية في إبداء الرأي. أستاذ إبراهيم فر. أيوة. بالنسبة لسيناريوهات التغيير، ما هي قراءتكم للسيناريو المرتقب للتغيير في إريتريا؟ ما هي قراءاتكم لسيناريوهات التغيير في إريتريا؟ سلمية من الداخل، عسكرية من الخارج، انتفاضة شعبية، انقلاب عسكري، اغتيال وطلة. جميل. أبدأ في الإجابة. تفضل ابدأ في الإجابة، نترجم السؤال والجواب. ألو. يلا السؤال ولا تترجم بعدين أنت السؤال والإجابة؟ أي نعم تفضل أنت كمل. طيب. مشكور الأخ أبو ناصر. نحن طبعا قراءاتنا للتغيير أو لسيناريوهات التغيير، طالما نحن في رؤيتنا قلنا إنه كل العوامل بتاع التغيير توافرت، ممثلة في الرفض القاطع حتى من داخل الجبهة الشعبية، وإضافة للعالم كله الليلة، يعني حتى ولو بشكل خجول جدا يعني يدين كل سلوكيات النظام. إذا نحن طالما العوامل أو الأرضية توفرت نتوقع كل السيناريوهات، ما عندنا يعني شيء محدد إنه والله هذا النظام حيختلع عبر اجتياح من الوياني، أو حتحصل انتفاضة، أو حيحصل انقلاب، أو حيحصل
فراغ نتيجة موت أحد أقطاب الفاعلة في النظام والممثلة في رأس النظام. إذن أبواب السيناريوهات للتغيير كلها متوقعة نتيجة لتوفر العوامل المتكاملة. لكن نحن نقول في هذا الجانب إنه المعارضة الإريترية أو قوى التغيير تكون في أهب الاستعداد، ومن خلال زي ما ذكرنا إنه تشكل جبهة واحدة حتى لتقنع الآخرين سواء كانوا في الداخل اللي هم شعبنا إنه يكون عنده ثقة بهذه المعارضة، والآخر الخارجي ذاك برضو إنه يعني يضع وزن لهذه المعارضة. لكن نحن نتوقع كل السيناريوهات، وده ما تخمين لأنه العوامل كلها اتوفرت. الليلة في الرفض قاطع جدا، ونحن في هذا الجانب نشيد إشادة ما عادية بشعبنا في الداخل، وما بنطلب منه إنه والله يا أخي طموحنا شيء وتطلعنا شيء، لكن رقم الكبت الما في له مثيل أبدا، مش ناهيك في الزمن ده في القرن 21 عبر التاريخ ما في مثيل له. رقم ده ينتفض بأسلوبه الخاص، والشواهد كثيرة، حتى بمسألة إنه في عام ما هم الموجودين المناضلين من قيادات الجبهة الشعبية كون إنه يبوحوا ويرفضوا أسلوب الدكتاتوري وأسلوب الحكم الفرد، سواء كان كل واحد له أسلوبه. أنا ما ممكن أقعد أقول والله نحن جبهة التحرير الإريترية يجب إنه الموجود في الداخل ده إذا ما حمل سلاح ما يعتبر معارض. لا، ما نقول الكلام ده. كل واحد له أسلوبه. نحن نشيد بكل القوى الوطنية وبالذات في شعبنا في الداخل اللي هو، وأنا يعني كثير من الأساليب بتاع المواجهة وناس يعني أنا ما حاسة ما داير أذكر أو أدخل في التفاصيل، لكن شاهدنا خلال 30 سنة من عام 93 إنه كل مرة والثانية تحصل، يعني إذا ما سميناها انتفاضة متكاملة، لكن كل ما تحصل يعني عمل موازي لهذا النظام، من ماي حبار إلى 21 يناير إلى انتفاضة مدرسة الجالية إلى 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 يعني ده كله يعبر عن إنه يعني الرفض موجود حتى في الداخل يعني وفي إقر النظام، يعني كون إنه 21 يناير من داخل المؤسسة اللي يعتمد عليها النظام يعني، ونفس الطريقة بتاع ماي حباري والأمثلة كثيرة بما فيهم الصحفيين، بما فيهم القيادات اللي قدمت G15 اللي قدموا المذكرة يعني. ده مضاف عليه نضالات القوة الوطنية الإريترية الموجودة خارج إريتريا. ونحن بالمناسبة ما كان وجودنا خارج إريتريا بالنسبة لنا ما كان خيارنا ولا شيء، ظروف هي الفرض. ويمكن أنا أكتفي وأتمنى أنه أكون أجبت على السؤال يعني. شكرا أستاذ إبراهيم. تفضل أبو بكر. أستاذ إبراهيم بزعبان تحتو انتايا نيرا بزعبان رئيتوكم وي تي زقاتم زلو سيناريوهات بزعبان هي تي سرعة مغيار بخميكم تنببو إلو مجمريا تي رقاحيتات ناي لوطي أبدي وانزي كمتان عزبا زلنا بزح رقاحيتاتي زلو لوطي أبغي زلوتي نازلنا إثر قاحتات خا أو اشتهاجر يزلو أبدق زلو كله
ምልክታት ብዙሕ ምልክታት ኣሎ ሃንደበታዊ ብኸመይ ክመፅኡ ወይ ብኸመይ ኣገባብ ከጋጥም እዩ ክንብል ኣብዚ እዋን እዚ ኣይንኽእልን ኢና ግን ብዛዕባ ናይቲ መራሒ ናይቲ ስርዓት ሞት ከጋጥም ይኽእል ዕልዋ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ወፂኡ ሰልፊ ከካይድ ይኽእል ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ብኩናት ክመፅእ ይኽእል ግን እቲ ረቋሒታት ናይ ለውጢ ኣብ ቅድሚና ዘሎ እኹል እዩ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ኤርትራ ይብል ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ምልክታት ርኢና ኣብዘን 30 ዓመታት ካብ ግዜ ናይ ማይ ሓባር ናይ ተጋደልቲ ከም ስንኩላን ተጋደልቲ ዝገበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ክሳብ ናይ 21 ጃንዋሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድያ ናይ ኣኽርያ ዝረኣናዮ ናይ ሼክ ሙሳ ብዛዕባ ናይ G15 ምእሳር ናይ ጋዜጠኛታት እቲ ህዝቢ ከዓ ብዓብዩ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ህዝቢ ብናቱ ኣገባብ ብናቱ ሜላ ብናቱ ስራሓት ነቲ ስርዓት መዓልታዊ ኣንጻር እቲ ስርዓት እዩ ዓቲቑ ዘሎ እቲ ስርዓት እቲ ህዝቢ ኣየንበርክኸን ነቲ ስርዓት እቲ ኣብ ደንበ ተቃወምቲ ዘሎ ከዓ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓድነቶም ኣደልዲሎም ሓደ ጥርኑፍ ኣብ ሓንደ ተጠርኒፎም ሓደ ፅላል ተጠርኒፎም ነቲ ዝኾነ ዘጋጥም ለውጢ ክዕቀቡ እንተደልዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ፅላል ኮይኖም ነቲ ለውጢ ከቀላጥፉ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ብዙሕ ረቃሒታት እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምዚ ኣገባብ ከጋጥም እዩ ክብል ኣይኽእልን እየ ግን ንሕና ብዛዕባኡ እኹል ምክትታልን ምትብባዕ ዘለና እቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጅግና ህዝቢ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ሕጂ ኣየንበርክኸን እቲ ዘጋጥሙ ዘሎ እናበደሀ ክሳብ ሕጂ ንሃገሩን ኣብ ዓዱን እዩ ዝነብር ዘሎ ክተባባዕ ዝግብኡ እዩ ንሕና ከዓ ብወገንና ከም ደንበ ተቃወምቲ ዘለና ኩላትና ሓይልና ጠርኒፍና ንለውጢ ክንብገስ እቲ ግዜ ለውጢ ስለ ዝኾነ ይብል ኣሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ንሕና برئيتون بحسابن كنسحو سلزنخل يغني شكرا استاذ ابو بكر شكرا استاذ ابراهيم تفضل عندك سؤال ثاني ابو ناصر سؤال اضافي تفضل استاذ ابو حسان القوى السياسيه الان في حاله حراك حول عمل يعني ائتلافي تنسيقي المهم لتوحيد الجهود يعني زي ما حصل في تنظيم وحدة الإريتريين عمل اندماج لهذه التنظيمات وزي ما حصل في التنظيمات السبعة اللي بقودها اسمهلاش ائتلاف وزي الائتلاف الوطني الإريتري الفي وجبهة التحرير بقيادة الأستاذ محمد إسماعيل همد والإنغاز الوطني والوحادة فبالتالي هنا جبهة التحرير الإريترية بقيادة الأستاذ حسن خليفة ما هي يعني إطار جهودها في إطار العمل التوحيدي أو التنسيقي أو الائتلافي مع القوى الأخرى يعني. جميل تترجم السؤال ولا ابو بكر؟ تفضل تفضل انت جاوب ولا طيب اول من حيث المبدا ان احنا يعني نتواصل مع كل القوى السياسيه وخلينا نسميها كل القوى الفاعله في المعارضه سواء كانت سياسيه مدنيه حتى بما فيها أشخاص نتواصل من حيث المبدأ مع كل هذه القوى ومحور نقاشنا ما العمل كل الحاجات ذكرناها دي وقلنا الظروف مهيئة وتحتاج مننا لتضافر القوى السياسية لكن فيها نحن يكفي انه حاليا موجودين في مظلة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ونعتقد انه نحن من خلال هذا المجلس
يعني نقدر يعني نخلق جبهة عريضة مناهضة لسياسات النظام. هذا لا يعني أنه إذا كانت في داخل هذه الكتلة وداخل هذه المظلة قد تكون عندنا يعني اتفاق مع بعض التنظيمات الإريترية في داخل هذا المجلس في قضايا معينة، لكن حتى حاليا إذا بشكل جازم إذا قلت والله يا أخي هل أنتم مثلا تفكروا في إقامة ائتلاف مثيل أو كتلة سياسية، حتى حاليا نحن رغم تواصلنا مع كل القوى السياسية يكفي أنه نحن حتى حاليا نعمل داخل هذا المجلس الوطني هذه المظلة الجامعة ونطور فيها أنه حتى الآخرين هم خارج هذه المظلة يكونوا ضمن هذه المظلة، وهذا يمكن أن احنا رؤيتنا بشكل متكامل يعني. واتمنى انه انا يمكن فهمت السؤال يعني صحيح واجبت عليه يعني. ايه مفهوم والله، والرد كان كويس. تفضل استاذ ابو بكر. تحته بزعبا اتي زكاية زلو ام دنبا تقاومتي بزح من قسقاسي زرقه ابدو بتقاومتي بزح من قسقاسي زرقه شوعت بارتيتات اسم الله شي زمرحوم قالوا ابزوان زي ناي سلوس كدان خالو نسوهم كم تقادلو حانا ترترا بقيادة المناضل حسين خليفة انتايو بمراحلنا تقادلاي حسين خليفة ريتوهم ابزي زي من قسقاسات زي انتايو ابيو زلخم نسخم بزعبو حتيتو نيرو كتا ملسي انتايا نحنا كم مجمر يا مش كلهم دم بتقاوم تزلو بارتيتاتن اب بوليتيكا زنطفو بارتيتات طبق ركب يزلنا ولا مسؤول قسابات خان الراخبينا اب دم بتقاوم تزيلو زنطفو اب بوليتيكا زنطفو سبات مسؤوم ركب نكايدينا مسؤوم زتنا كايد كل جزء مسؤوم خارج كبات لنا تركبات خان تايو نحن بزعبه ناي حدا اب حدا رئيتو كن بتصحه كنتات زي بزعبه حنت رئيتو كتلونا اينا نامن سلازي ابزي وان زي نحن ابالات ناي هاغراوي بايتوينا ابالنا هاغراو بايتو سلازخنا ابتا هاغراو بايتو زلو تطرنفو باركتات مسؤوم سريحنا نزي هاغراو بايتو كنحيلو ابزي وان زي محيال ناي زي هاغراو بايتو قند اعلاماتنا يو مسؤوم ابو سريحنا تي حادث صلال كنفطر سلازي نخيل تزلو تمكرون تزلو حيلي تتقيمنا ناب لوطي كنبصح نخيل لنا زبلنا امن سلازي مس كلهم بارتيتات مس كلهم زناط زلو بوليتيكا زناط صبو ركب لنا صبو زمدناتاتنا نفطر رئيتونا خا مسؤوم تماساسل رئيتوتات كنبصح خا نصعر سلازي ابتا زلانا يو غزي ناي زي ابالات ناي هاغرا بايتو سلازخنا ابتا غداينا هاغرا بايتو اتوكيرنا نعاهو كن معبلو زبر رئيتو لنا ازم مالت مسكالي سبات ابزي وان زي كن عين راخبنينا كن بال عين خلينينا ግን عندي تعرنا معبالنا هاغرا بايتو انت خينو يحيش بالبوغنيلو. تفضل استاذ. شكرا استاذ ابو بكر وشكرا استاذ ابراهيم. طيب في ايادي مرفوعه حاليا استاذ الامين عطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. استاذ ابراهيم سمعت سني عزربها كابتناي كالوت التحساس بناي كالوت الدوات ولا حنت زفليك وانا بس حنت حطينا تنتا حجزله كنت تسخاز غمت كايو سرعات نايس مرة أردية يقوم تقول لهم اللي نتوم وررتي ويكأن
ወይ نتال لو نتسي أرجع متكلم على خبط كله أكل دمر زربها انت تحط حجي نابنت اب لعل تقراي تخيده جونوسايد اللي كانت امن له ده عند حركم اخوين دماني مستزبل كايو ارضيا يقمط لنا ايرتراسي صباح ابعد تواي خيلي تول تحسب ده نابنت حجي انا معاتي خلت معات سمع نيره حنتي سيلفي فلسي نسلام ديمقراطي ايرتا زول مستقراي كنا نسرحنا أبلع لي حزب تقراي تفصم خاني جونوسايد نعمل تالو أولاونس كاني أبقى خان أمنينا حجيت على أولاونس جن أتوم ناي جدبيت ويك أتوم ناي تقراي زلوا ميديا أنت أمن زلوا إسقاطكم سنتصير نتي سرعة نتي نيساسكي سرعة أسمرا ويك تسرعات دابلكم تقول سوا نحنا جن كم منقست إيرتراينا نعمل له مخنياته متان صباح نكسس كلنا إيرترا أبلع علي تقراي جونوسايد أكايدا نمبارك تعمل له مالتكم يلوم يمدسمر له حجي توم دمولوس نبرو of course سرعات أسمرا إنا نقوله جن بهاجر درجة كم هاجر إيرترا منقست إيرترا أبلع الحزب تقراي فتسيمون زبل يقوم تقول له نزن صخا صباح كمتي أبلع الجرمن بهتلر تفتسيمو أبلع الجرمن ناي جونوسايد أكايد زبهال كم وقت كسس زبل الرأيات كما تقول شو at the same time مساء سبرها اللي اللي كازر له أبزي سرعات إسياسن أتوم جونوسايد أبلعنا تفتسيمو زلون بعينو الأولونس إيرترا أب حدا غيرك أب حدا جنب دو كوينو ما يرأي خان زيادة حتى عند حربريات تلاقينا. السؤال أستاذ إبراهيم أيوة السؤال بتاعت الأستاذ الأمين عطا بيسأل أول كل سنة وأنتم طيبين. قال أنت قلت النظام الإريتري هي الأرضية للتدخل الخارجي وذكرت موضوع التدخل في تيغراي وانا هو قال انا عايز اسال هل الصراع في اريتريا في الصراع الموجود في تيغراي هل هو صراع عرقي في تقديرك انت وما هي تاثيراته على اريتريا؟ وذكر مثال انه هنالك اتجاهات اريتريا موجوده في تيغراي ويعلنوا انهم سوف يعملون من داخل تيغراي لتغيير النظام في اريتريا وهؤلاء نحن دائما بنسمع انه وانتم تقولوا انه النظام في اريتريا ولكن هم يقولوا حكومه اريتريا. يقولوا حكومه اريتريا لماذا؟ لانه ما يتم من نتائج الصراع في اثيوبيا في الصراع في تيغراي والجرائم التي ترتكب هنالك حتى يتم تحميلها للحكومه الاريتريه وفي المستقبل حتى لا يحدث كما حدث للجرائم التي ارتكبت في عهد هتلر وتحملتها المانيا حتى اليوم. فهل انه انتم تنظروا هم بينظروا انه المساله دي حكومه اريتريا وانتم تقولوا انه في نظام فاقد للشرعيه يحكم في اريتريا وبيرتكب جرائم في دول اخرى، لكن القوى المعارضه الموجوده في تيغراي بيقولوا انه الحكومه الاريتريه يركزوا على انه الحكومه الاريتريه وعشان يحملوا بكره الشعب الاريتري واي قوه حكومه اريتريه قادمه يحملوها ما جرى من جرائم في تيغراي. هل تروا انه الصراع في تيغراي هو صراع عرقي وما هي تاثيراته على الشعب الاريتري من جانب اخر بالنسبه اذا انا فهمت السؤال صحيح؟ لا مو انه يقصد الصراع عرضي هو ايوه لا ما يقصد انه صراع عرضي جينوسايد، يعني في ناس تؤمن انه حصل جينوسايد في تيغراي وهذول بكره ممكن يطالبوا اريتريا كدوله لانه اغلب التيغراويين ارتكبوا جرائم. اي نعم ارتكاب الجرائم، جرائم ايش يسموها بالعربي؟ ضد الانسانيه. ضد الانسانيه. اي نعم جرائم ضد الانسانيه. تفضل. طيب السؤال واضح لك؟ طيب السؤال واضح لي. تفضل. طيب اولا انا يعني ذكرت في ضمن حديثي انه
يعني قلنا نحن في رؤيتنا كجبهة التحرير الإريترية لا نتحمل أي سلوك عدائي، سواء كان قتل أي شيء أو تدخل سافر في الحصل لدول الجوار وشعوبها. نحن مسألة مبدئية لا نتحمله أبدا، يتحمله هذا النظام. وبالتالي وده مش كشيء يعني ثيوري أو نظري نؤمن به، بل حتى مع الآخرين. أنا ذكرت إن عندنا تواصلنا مع الدول والقوى السياسية الفاعلة في المنطقة، أوصلناهم هذه الرؤية وما زلنا نناقشهم فيها، يعني إنه نحن لا يمكن أن نتحمل. وبالمقابل نحن ندين هذه التدخلات إدانة سافرة جدا. ولما نقول ندينا مش حبا في الآخرين، لأننا نحن المتضررين كإريتريين، نحن المتضررين الأوائل. إذا جرائم حقوق إنسان وكل ما حصل في تجراي ولا في أرمو ولا في الكرمك ولا جيسان ولا أي حتة النظام ولا في الصومال من خلال دعمه اسم الشباب، شنو الشباب اللي اسمهم، على العموم كل التدخلات اللي حصلت نحن اللي كنا الخسرانين وما زلنا نحن الخسرانين. لماذا لا يموت أبنائنا في إقليم الأمهرة؟ لماذا يموت أبنائنا في إقليم التجراي؟ لماذا يموت أبنائنا في إقليم العفر؟ مع إقرارنا إنه والله القاعد يحصل في هذه البلدان وهذه الشعوب يعني ندينه، وبالدرجة الأولى ندين تدخلات هذا النظام ولا نتحمل تبعاته. بكرة إذا جاءت حكومة وطنية إريترية على عقاب هذا النظام الدكتاتوري لا يمكن أن نحن نتحمله. دي رؤيتنا كجبهة التحرير الإريترية. هذه تصرفات بتاع النظام، وأنا قلت أن نحن المتضررين لأنه هروبا من الاستحقاقات الوطنية قاعد يفتعل هذه المسائل. وبالمقابل هذه الشعوب نحن نعرف متابعين حتى الخطاب الموجود في تجراي والخطاب الموجود في السودان تجاه شعبنا، وخطاب مؤسف جدا. لكن نحن نوضح وجهة نظرنا ونقول إنه نحن ندين هذا التدخل بتاع النظام، لكن لا يمكن لا اليوم نتحمله ولا بكرة نتحمله. وده أظن رؤية كل القوى السياسية الإريترية. وطرحنا هذه المسألة حتى في المجلس الوطني الإريتري ضمن أن احنا جبهة التحرير الإريترية، طرحناها في اجتماع القيادة المركزية، سواء كان في داخل المعارضة الإريترية أو من خلال تواصلنا مع أطراف الصراع في أثيوبيا ولا في السودان وحتى العالم عبر مذكراتنا وعبر زياراتنا، موصلين إنه رأينا إنه نحن ندين تدخلات هذا النظام ولا نتحمل تبعات فعله. ده يمكن بشكل مختصر للإجابة على السؤال. يعني بحصر زبالة أستاذ إبراهيم، أستاذ انتاي زبل زلو بتاما أتوي أنا زارب كله بزعبا ريتو ناي تقادرون حرنا تريترا قليت أني رأي نحنا كم تقادرون حرنا تريترا ويكم هزبيرترا إتي أبتين تاشو مزكاية زلو أو زي سرعات زقبرو زلو نحنا أيو كلانانيو مخنياتو زي كله زي نهزبيرترا أيو كلنيو نعنا أيو كلانانيو زخونا حدقات هات صباح تحتتي كم زي خونا تسرعات نبينيو تحتاتي بزعبا زي زقبرو زلو مخنياتو زي سرعة زي حقاو سرعات سل زخونة نهزبيرترا سل زي وكل إتي أب سومال زي تقبري متتهاو بتيوبيا تقبري أب أمحارة أب كل تجراي أب كل عفر زي تقبري متتهاو نحنا كم ريزلت ناتو نحنا أي
ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ ንሕና ከዓ ዝኾኑ ናይ ፅባሕ መፃኢ መንግስቲ ብዛዕባኡ ተሓተቲ ከም ዘይኮንና ንኩሎም መሻርክትና ንኩሎም ወላቶም ንዓሆም ዝምልከቶም ወጋናት ንነግሮም ብፅሑፍ እዩ ንገልፀሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾኑ ርክባትና ከዓ ከም ሃገራዊ ባይቶ ከዓ ኣብታ ናይ ማእከላይ ባይቶ ኣኼቦኦም ከዓ ተገሊፁ እዩ ተዛሪብናሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንሕና እቲ ስርዓት ዝወስዱ ዘሎ ስጉምትታት ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ነዚኦም ደንቦ ተቃወምቲ ወላ ነቲ መፅእ ዘሎ መንግስቲ ኣይውክላን እዩ ንሕና ደቅና ኣብ ኣምሓራ ኣትዮም ክስውኡ ወይ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ክልል ኦሮሞ ከይዶም ወይ ክልል ዓፈር ኣብኡ ክዋግኡ ምርጫና ኣይኮነን ድልያትና ከዓ ኣይኮነን ናትና ዝውክል ከዓ ኣይኮነን እቲ ስርዓት እዩ ዝገብሩ ዘሎ እቲ ስርዓት እዩ ተሓታቲ ብዛዕባኡ ኣብ ሶማሊ ይኹን ወይ ኣብ ሱዳን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ዘረባታት ንሕና ኣብ ሱዳን ይኹን ወላ ዝወፅእ ዘሎ ወላ ኣብ ትግራይ ይኹን ኩሉ ንከታተሉ ኢና ርእቶና ከዓ ምስቶም መሻርክትና ምስቶም ጉዳይ ሰላም ዝግደሱ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ባርትታትን ይኹን ወይ ናይ ኣማሕደርቲ ናይቲ ከባቢ ንገልፀሎም ብዛዕባ ርእቶና እዚ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባታት ንሕና ናይ እቲ ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ ተሸከምቲ ገበናት ተሸከምቲ ኣይኮናን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ግዳይ ናይቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ግዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ንሕና ኣይንሽከሙን ኢና ኢልና እቲ ርእቶና ኣብ ከምዚ ኢና ንገልፃ ኢሉ شكرا استاذ أبو. معلش بس اضافه بسيطه. تفضل استاذ. ايوه اول يمكن الاخ ابو بكر انا يعني رغم انه تقرينيا بتاعي ما للدرجه دي لكن يا ريت لو اضاف انه احنا كشعب اريتري احنا المتضررين ذات من تدخلات هذا النظام يعني هذه العباره يعني مش براء هذه الشعوب يعني. صح. اوكي. وباخر انا شرحتها استاذ ابراهيم انه أيوة. انه الجرائم اللي ارتكبها النظام في خارج الحدود حتى الشعب الاريتري هو ضحيه لهذا الممارسات هذا النظام فالشعب الاريتري لانه هو ضحيه في المستقبل انه لا يتحمل سواء كان قوة المعارضة او قوى المعارضة او حتى الشعب الاريتري لا يتحمل الممارسات الجرائم اللي يرتكبها النظام انا شرحتها ضمن كلامي. أيوة. شرحتها وحاشرح الكلمتين اللي قلتها استاذ ابراهيم انتي يبلالو بزعبه نحن كم حزب ኤርትራ እዚ ኣብ ካሊእ ክልታት ዝገብሩ ዘሎ ስርዓት ኣስመራ ንሕና ንዓሁ ተሸከምቲ ኣይኮናን ተሓተቲ ኣይኮናን ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ናይቲ ስርዓት ዝገብሩ ዘሎ ንሕና ባዕልና ግዳያት ናይቲ ስርዓት ኢና ይብላሉ ልክዕ ድማ እንታይ ድዩ ኣብቲ እሱ ዝኣትዎ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኹን ምስቶም ካልኦት ጎራብትን ገለን ዝፅሕፍሮ ውግኣት ኣብኡ ደቅና ዝጠፍእሉ ዘለዉ እቶን ናይ ውግእ እዩ ስለዚ ከምቲ እቲ ብምትእትታው ገይሩ ንካልኦት ጥራይ ይብድል ወይ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይፍፅም ኣሎ ዘይኮነ ዝያዳ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጉዳእሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ይሓቢሩ طيب شكرا بس الإضافة البسيطة. أيوة. الإضافة الأضيفة إنه بالمقابل نحن برضو عندنا وجهة نظر يمكن في البعض من قوى المعارضة الإريترية أو بعض الأفراد للأسف الشديد للخطط بتاع النظام إنه إريتريا محددة سيادتها فبالتالي حس القضية ما قضية مناقشة القضايا الوطنية وخلافاتنا الداخلية لكن القضية الأساسية كيفية الدفاع عن السيادة الإريترية يعني وبالتالي النظام أصبح يجيش الناس إنه إريتريا محددة من عدوان خارجي يعني وده يمكن من خلال لقاءات السياسة اللي يعملها إنه مرة مهددة من أمريكا ومرة مهددة من يعني المهم خلق يعني بعبع أو عدو متخيل النظام يعني وللأسف الشديد في البعض وقع يعني ضحية لهذا الخطاب فنحن
فهذه المسألة نوضح إنه لما نقول أن إحنا ضحية لسلوكيات هذا النظام كشعب إريتري، اتعطلت كل حياتنا 30 سنة. لا نحن لا عندنا دستور، والمبرر إنه إريتريا حاليا كل شيء يؤجل لأنه في معركة مقدسة محددة خارجيا. تنمية ما في، وباعتراف النظام يعني آخر لقاء عمله سياس قال ما في تنمية، لكن هو طبعا يحملها الوياني ولا يحملها ما يحملها. وأنا ذكرت في بداية حديثي إنه قلت نحن بعد 30 سنة من النضال مفترض أن نتفرق لبناء إريتريا اقتصاديا سياسيا ثقافيا. تنمية إريتريا متكاملة يعني. فنحن لما نقول أن نحن ضحية يعني حياتنا ذاته تعطلت. يعني أبنائنا بدل ما يكونوا في فصول بتاع دراسة اتخلق لهم معسكر بتاع ساوى. شعبنا بدل ما يكون في مواقع إنتاج، هذه هي اللي قاعد تشوفوه وتسمعوه انتم بشكل يومي، كل مرة الثانية حملة تجنيد إجباري. إذا نحن متضررين 100% يعني، وكل واحد يشوف الضرر على نفسه. إذا التجراي يعتقدوا إنه والله يا أخي الحملة اللي حصلت أو الحلف بتاع أحمد وحلف السياسة اللي حصلوا إنه هم تضرروا، ما نقول لهم والله أنتم ما تضررتوا أكثر مننا، ما بهذه الصورة يعني. لكن بالمقابل نوضح لهم والله نحن المتضررين الأوائل يعني. وزي ما قلت لكم حتى حياتنا نحن إريتريا ذاته يعني مشكلة هي بعد 30 سنة يعني حلم كنا نحلم به إنه أي واحد يستقر وتتوفر له أبسط مقومات الحياة يعني. اليوم عايش اللجوء مفترض ينتهي، ما زالت الناس في بل ازدادت. أبنائنا يموتوا في الصحاري، والكلام ده مش دغدغة مشاعر يعني، ده حقائق يعني، ده حقائق وموثقة. فإذا نحن متضررين. وللأسف الشديد القوة يعني بعد الأشخاص وبعد اللي بيكتبوا في وسائل السوشيال ميديا وبالعكس يكرسوا خطاب الكراهية اللي بيستخدم النظام ضد الآخرين، ضد شعوب المنطقة يعني. ويوصف المعارضة الإريترية عملائي وياني والكلام المهتري ده يعني، الكلام المهتري ما عنده معنى. فنحن متضررين من هذه التدخلات وهذه السلوك. هذا السلوك نحن أوائل المتضررين منه، ودفعنا ثمنه ما يفوق 10,000. مصيرهم ما معروف أحياء ولا يعني. لسه الواحد يقعد يقول لك والله اللي درع ده مات ولا حي، شريف ده مات، وأي سيد أدريس محمد يعني أي اسم إكس من الناس يعني. الناس تدفع مال لتهريب أبناء وزول يعني فلذات كبده يقول له أمشي أشرد ويدفع مال عشان يطلع. يعني مأساة، مش مأساة اللي دخلت مشاعر ولا حاجة من النوع ده يعني. لكن مأساة ما في لها مثيل يعني. وأنا ذكرت إن حتى في العصور الغابرة يعني في قانون حمورابي ما كانت موجودة القضايا دي يعني. كون إنه واحد يعني تقعد تحاكمه وتقول له ولدك مشى لإيطاليا وانت تدفع كده يا تسجن يعني. وطفل عمره 15 سنة ولا 16 سنة يدخل ساوى ومصيره ما معروف، بكرة يتوجه لجبهات قتال يعني. نحن اللي 200 الحروب ده حتستمر يعني. بعد يعني حرب بادمة فجر هذا النظام بعد استغلال إريتريا ب7 سنوات يعني 98. والساقية بعد دور تدخلات في السودان في الصومال وجوطة وما خفي أعظم يعني. وكل أن إحنا ندفع ثمن وقوده، أن إحنا
وقوده الشعب الإريتري من ماله من أي حاجة. أمشي أدفع أنت 2% والوطن مهدد ودغدغت مشاعر بها وكل شيء يؤجل لأنه حاسة. واليومين ديل قايمين بحملة إنه والله ويانا مهددة البلد يعني كلام. وللأسف الشديد أقول أنا في ناس وقعت ضحية. فنحن مهمتنا كجبهة تحرير إريتريا مش مهمة بس مقارعة هذا النظام فقط، يعني تنمية الوعي داخل شعبنا باستحقاقاته الوطنية، توعية هذا الشعب باستحقاقاته الوطنية. يعني 60 سنة نحن نعيش في مأساة، 60 سنة. فده يمكن أنا حبيت أضيفه يعني. ممتاز، شكرا أستاذنا إبراهيم. تفضل أبو بكر لو يسار بس نقاط مهمة. أيوة تي أستاذ إبراهيم زبل زنبا أسفح حبيلو تزاريبو بزعبا تي ناي تسرعات زقبرو زلو ويتي تقامل زلو ميلا هاجرنا أبزا حالة في 3 عامات كل جزء هاجرنا أبحدا جاي زلا لولاونتنا أبحدا جاي زلا إلو نهزب إريترا يتالو نيرو حنسب أمريكا تورانا يزلا حنسب ويا تجري يوم زورونا زلو حنسب هاجر سودانيا حنسب ناب كلا هاجرات خيدو تي كيناتي فتسم مخنياتو نتي تسرعت عندي أجندة ناتو هلاوي وينبر لولاونت محلاو أيكونن قال أبدأ تقاوم زلو نزي زربا زي أمينهم نتي سرعت كدقفو جميرهم زي سرعات زي لولاونتنا أب حداقا وي أب قبن زفت أمان لازلو زي سرعات زي يو مخنياتو هزب إريترا أب حماق كوناتاتي زلو قولعوت كم تان اليوم زلنا 16 عام زي أخلو ناب سوا يمزخدو كاب سوا خا هلاوي أم طفيو تقول عاب ببحر ديو ولا بصحراء ديو ناب عدد اليوم بتيحو ويناب أي زخونة هجرات بتيحو أبوه يأسر سلدخ ودخا هديمي زلو يباهل لعليو زفت أم زلو قبنات لعلي هزب إريترا زفت أم زلو ما عليها زي بلوكم قطروا عين خلينينا تسرعات خان نتكونات زكايدو زلو معه دقف مدلاي هلو لاوناتنا أب حدا جاي زلا هجر كم يجرا هجر تباهل قوام زي بالله حزب سلام سينو رقت يلن لمعت يلن بتعدي أنتي زبيرة على العلسو ساعمت أب حماق كوناتات يزين برزلو أمو تالو لاونا تباهل زلا انت يا تسرعات زبلو زلو نهزب إريترا متلالي ينبر تسرعاتو محلاو ينبر حد حجر إريترا محلاو وين لولاونا إريترا محلاو أيكونن زيوم أبدم بتقاوم تزلو حجرنا بحماق كوناتات يزلا نيتينا نيتي رئيت نايتي منجستي نايتي سرعات يدغمو يمزلو نعاهو دغفو زلو ابز وان زي ابغوغي مسمر يمزلو مخنياتو سرعات زي قندي نسيو وحزبنا زساق زلو هاجرنا اب حدا غازو توزلو نسيو كالي سبا يكونن سلازي ابتا زلو كناتات زنديو بخمزي غليصو مخنياتو تو زغاطم زلو اب سومال اب سودان اب اثيوبيا اثيوبيا كاي زلو كله أنصار ناي تي منجس يزقبرو زلو أنصار لولاوناتنا يو لولاوناتنا نس تسرعات يا بحاجة جاي توزلو برك هذا يكون نيلو زي بحثر زبالة أستاذ إبراهيم زول. شكرا أستاذ أبو بكر. أوكي أستاذ الأمين بس أعطي فرصة للناس اللي ما أخذوا فرصتهم وبرجع لك إن شاء الله. جوهرة محمد. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين. طيب وأهلا بضيفنا. كاب لو ما مشت وزحوا كاينو بوركون قال أخي وانا يدك مستيوس لازم نبرني جند حق وسني تقادلو حرنة إسراء كنت سميس لازم سيت جزاد دي خوينو تسمعني مالتيو. شكرا قاشانا بطعمي دسبل جن أنا بزي أنا مودة أنتي نشتي نقر كيف راح كايا زحالف كويني يسمعني أحاوي
ابراهيم عطا ابراهيم الامين عطا زحاتها مالك الامين دحاتها ناتي حتى كتكون تخيلها مغنياتو حديثو كان يرو مرقتكم تي جونسايد زبل السخم كخم وديهم تريقوا توسدوا بزح بزي تأشو من غير كاخوس كمودب مرقت مغنياتوس بزح سب بز قداي زي الزاربيو قال لنا بنات كوميتي رأيو تجابن ترأيو كساب كندم انتاي كبدوتون حقنتون ريخا بدحريقو كبها لي خيل زي كبها لي خيل بتا زبلوا نسوم جن وسيدنا نحنا حمد فتيمنا جنسايد فتيمنا ريب فتيمنا والحنا كله سرحات جيرو إلنا نحنا مسكر نهب علينا هناتو نالباش كابها لومي تدي سمعكو ولا خابتي أليانس دبها الودبات كتسمع عند حركونكا كم وتسمعها سلازي كم تقادلو حرنة إترا زعابي شمزة سكمة ودب نسهم كي تسرعت قبرو دلو مالتي تعشو ما يخونن زاد أرا يخونن مالتي تحبابا راينا يتوم قربابتي يخومن ني إرترا خطف كحقق من سيكتف زك على سدلو كتهلو ني إرترا زيد اللي سرعتيو أبو أي تراد أرني أنا جن نحنا خي بعلنا سي حجي مرة قلت زي بالله نقر كم زي تفتيمو إلنا كنزارب كلنا ندعي يعني ناي مرقتنا ودبكم كريد اللي بزعباتي أليانس سموزي خيدالو زبل ترجيا يفلطويو قندحان بوت واي كونن هاب كنزار ولو دلنا بوتا كنزار ولو نخيلينا يعني بشان خي تسموزي خيدالو تي أليانس زبل قال تقامات كله يخيليو كله وني كحروني يخيليو غني اللي حتى يتعجون سايتيا. شكرا جوهرة. طبعا في السؤال حق أستاذ الأمين يمكن ما وضحتها، يعني موقفكم أنتم إيش يعني في المقولة اللي تقال إنه تم تطهير عرقي. الحرب اللي دارت في إثيوبيا، التحالف ما بين إسياس أفوركي ودكتور أبي وهدف والاغتصابات إيه ما هو عامة عن تطهير عرقي والاغتصابات والأشياء هذه يتكلموا فيها بما فيهم إريتريين، يعني يتكلموا للدرجة في ناس برضو كتبوا رسالة لرئيس أمريكا والأشياء هذه بتحصل. أنتم موقفكم إيش؟ هل أنتم تؤمنوا فعلا أنه حاصل تطهير عرقي في تجراي ولا إيش هو موقفكم؟ تفضل. طيب وإيش الدليل؟ لا خلي إذا هو موجود حاعطينا الدليل إن شاء الله. جميل. أول مشكورين على السؤال ده. شوف احنا في إفرازات بتاع حرب، وكل واحد طبعا لما تحصل له مأساة يصرخ بطريقته الخاصة. التجراي يقولوا إنه والله يا أخي حصل لنا تطهير عرقي من قبل نظام السياسي ولا أبي أحمد ولا إريتريين. يعني أنا خليني أوسع في الإجابة يعني. وأوجدت هذه المسألة حتى شق داخلنا عن إحنا كإريتريين. ليه النظام بتاع أو التجراي يقولوا بس يحصلوا الجرائم اللي ارتكبت يعني في تجراي إنه المشلخين هم اللي ارتكبوها أو المسلمين هم اللي ارتكبوها، وبالتالي تتخلق نحن ذاته كإريتريين نتخلق معسكرين. معسكر اللي يقول إنه والله يا أخي جرائم إبادة حصلت في تجراي من قبل النظام الإريتري ويجب إدانتها. نحن سلفا
أدنى التدخل بغض النظر عن النتائج بتاعه. دي ما حرب هي. هذا التدخل أدناه كجبهة التحرير الإريترية، ما ارتكبت فيه من فظائع ده كل واحد يتناوله بطريقته. نحن ما كنا لجنة تحقيق عشان ما اتيحت لنا لجنة تحقيق عشان نقعد والله اغتصاب الحصل كده هو او جرائم التطهير اللي حصلت كده، لكن نحن مبدئيا أدنا التدخل. قد تكون المسألة برضه نحن ما عندنا ضحايانا، وده قلت لكم انه الناس قاعده تقع ضحيه لخطاب النظام والاخرين. نحن متأذين من هذه الحرب. كدل ارتكب الجريمه دي يبقى مشلخ ولا يبقى ابن كبسه ولا يبقى ابن دنكاليا، يعني على حسب تفسير ويانك. جابوا شنو في هذه المنطقه؟ يعني جابوا شنو في مقله يعني؟ ولا جابوا شنو في اكسوم ولا في مدينه من المدن بتاع تجراي؟ يعني نحن ندينا تدخل، ده ضحيه هو ذاته المقاتل، حتى اذا افترضنا في جرائم ارتكبها هو ذاته الضحيه. جايين به من اخر هميمه ولا من اخر جندع ولا من اخر بركه ولا من اخر دباروه ولا من اخر براسولي عشان يقاتل في تجراي ولا في غوندر يعني. فنحن من حيث المبدأ ندين تدخل النظام الإريتري. ديك بعدين الصفحة بتاع التحقيق دي شيء آخر هو، لكن من حيث المبدأ ندين هذا التدخل. وأكيد أي حرب لها إفرازاتها، وأنا قلت دي يعني توعية شعبنا نحن كجبهة التحرير الإريترية شيء أساسي بالنسبة لنا نحن. هذه الحرب اللي حصلت في أثيوبيا الدارت دي، يعني النظام حاول يشق وحدتنا الداخلية نحن كشعب إريتري. من كله هو مسيحي يقيف زي اتخلقت أغازيان واتخلق بجانب ثاني إنه والله يا أخي شيطنة التجراي إنه هم مهددين سيادتنا. نحن كجبهة التحرير الإريترية بالمختصر المفيد نقول هذه السيادة الإريترية مهددة من هذا النظام. والسيادة ما معناها إنه علم ولا قطعة أرض، سيادة متكاملة بما فيها مكونات الإنسان. هذه الحملات والنعرات بتاع الكراهية اللي قاعدة تخلق، وأنا ذكرتها قلت حماية اللاجئ الإريتري عشان ما يكون ضحية لحملات الكراهية القاعد هنا. وفي البداية أنا ذكرت إن حتى الخارج قاعد تهيئ له الأنظمة دي يعني عشان يتدخل في الشؤون الداخلية. فنحن يا إخوة بشكل إنساني نتعاطف مع أي ضحايا بتاع حروب. ده الشكل الإنساني، سواء كان في in any way. لكن هذا اللي قاعد يحدث دي نحن يعني ندين فيه تدخل النظام ونحن ضحيته. طيب أبنائنا راحوا في إقليم الأرمو ولا إقليم الأمهرة ولا راحوا في عفر، ماتوا اتعذبوا سجنوا لأنه كانوا داخلين معركة. من الزج بهم في هذا المسألة هو النظام لقرائزه، لإشباع قرائزه.
ولمشروع الجنوني ما عندنا فيه اي مصلحه، مصلحتنا ونحن واثقين تماما من نفسنا كجبهة التحرير الإريترية ومع الآخرين، واثقين تماما إنه نحن نضمد هذه الجراحات، نضمد هذه الجراحات، لأننا نحن نتعامل بعقل دون تفريط في سيادتنا. عشان كده قاعدين نقول آن الأوان لرحيل وإسقاط هذا النظام. وأنا ذكرت 60 سنة ونحن بقينا لعنة ونكرة. فنحن من حيث المبدأ ندين أي سلوك غير إنساني يحصل في ابن آدم، وبشكل خاص ندين تدخلات هذا النظام، إفرازاته اللي حصلت وهو يتحملها. والآخر يصرخ بما هو يناديه ويوجد مبررات، وما نقدر نقول له انت قاعد تكذب. نقول لي تقراي يعني لا ما في عباده ارتكبت ضدكم، او نقعد نقول لهم والله يا اخي نحن والله بس معاكم 100% وهذا النظام ونزرف دموع. لا، نحن ندين تدخل هذا النظام ونقول لهم نحن وانتم مستعدين نعيش في سلام مع بعض، انتم اسوبيين ونحن اريتريين، عشان اقول لكم بالمختصر المفيد يعني نحن لنا كينونتنا وانتم لكم كينونتكم، ونتكامل مع بعض لاستقرار هذه المنطقة ولتأمين حياة آمنة لشعبنا. ده يمكن أن احنا رؤيتنا. وشكرا. شكرا استاذ ابراهيم، يا ريت لو بس تختصر على اساس نكسب الوقت، فان شاء الله كده حنستمر. ايه ترجمه. ايوه الترجمه اوكي. الترجمه اوكي. ابو بكر تفضل. هاي اوكي. ابو بكر. استاذ ابو بكر. يمكن بعيد او ما قاعد يسمعنا. استاذ ابو بكر نفس الشيء في مصر كمان في بعد اشكال في الشبكه بعض مرات. النت ضعيف عنده، النت ضعيف النت. ايه في اشكاليه برضه من عنده. طيب استاذ ابو حسان. ايوه بالله اوجد ايوه عشان نختصر الزمن يعني. جميل. اوكي. تفضل استاذ امينو. طيب نمشي الاستاذ صلاح ابو راي اذا سمعني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. هلا يا اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. لك التحيه الاخ امين والاخ صلاح والغرفه واستاذ ابراهيم فاري، اهلا وسهلا بك. كيف حالك استاذ ابراهيم؟ تحياتي لكم كلكم. انا عندي برضو سؤال وعندي تعقيب شويه. طبعا اول حاجه انه نحن يا استاذ ابراهيم كلنا اول الاختلاف يجب ان يكون شويه على الاقل عنده برضه مفرداته وعنده هدوء، بالذات الناس الكبار وقيادات. يعني الاختلاف كل ما هو ما هي الرؤيه هي معطيات، هي سواء صحيحه ولا خاطئه الانسان ينطلق منها في تقييم الموقف ويكون عنده موقف يعني. ولذلك طبعا من حق الانسان انه يفكر بالطريقه اللي عايزها، والانسان وما على الرسول البلاغ المبين يعني اصدح بما تؤمر ليس الا يعني هذا بس كمقدمه. يعني استاذ ابراهيم شويه حاد في مساله لما نتناقش حتى في الفيسبوك وكذا شويه مرات يخرج من يعني او يعني الكلام ممكن ما بقدر استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم انا عندي حاجه مهمه جدا جدا ارجو ان تاخذها في الاعتبار.
أول في مسألة حقوق الإنسان والملفات الداخلية الإريترية والمعاناة اللي كنت تسردها، نحن ما مختلفين فيها وننادل كلنا في نفس الاتجاه موجودين، سواء أي واحد بطريقته طبعا، وفي النهاية طبعا كلنا نضالات حقوقية هي إلى هذا المرة. أنا أرجو أن تأخذ معي هذا المعطى يا أستاذ إبراهيم بعقل مفتوح. إذا كان أستاذ إبراهيم يرى، افترض إنه السؤال صحيح أو الكلام اللي أقوله صحيح، يعني هذا المتغير مش متغير حتى في المعادلة، خذوا البارامتر في المعادلة خذوا كحقيقة. إذا كانت ويانا تجراي تعمل في تقسيم الشعب الإريتري، وكانوا قياداته يقولوا نحن إذا ما دخلنا إريتريا وشلنا نحن ما تقارب، ويجهزوا الجيش بمئات الآلاف خارج إطار الشرعية بتاعت اثيوبيا، وتجهيزات لأسلحة استراتيجية تفوق قضية التقارب، وخطاب سياسي لإريتريا من شأنه يقسم المسلمين وإريتريين، وادعاء واضح بأنه إريتريا بتاعنا. إذا افترضنا يا أستاذ إبراهيم هذا المعطى صحيح، إذا افترضت معي يا أستاذ إبراهيم على أساس أنه هذا المعطى وهذا الكلام سليم، موقف أستاذ إبراهيم ألا يكون زي موقفي؟ ما تقول أنه هؤلاء عدو ويجهزوا قنبلة نووية لإزالة بلد، قنبلة نووية، إذا قعدت حتجيني. ماذا كان يتصرف أستاذ إبراهيم؟ بدل أقول لك موقف صح ولا خطأ، أنت إذا كنت مسؤول يا أستاذ إبراهيم وترى هذا البارامتر في المعادلة، كيف كان حيكون موقفك؟ أنا تقريبا هذا هو سؤالي. الشيء الثاني طبعا أنا أعتقد الشيء الثاني ممكن بنفسك يعني ما سؤال مهم، بس أنا بعتقد أستاذ إبراهيم إنه هذا يقارب وجهة النظر. إذا كان إنسان يرى شيء محدد والآخر لا يراه، والموقف إذا كان يبنى على معطيات، خلي ضعف المعارضة وقوة النظام والمعارضة الإريترية إنه وصوله للسلطة وتغير البلد، مش عارف على الأقل كمان مسافات زمنية أنت ممكن تعرف أكثر مني، يعني النظام ده حيتواصل وحيواصل. كون الإنسان يلتقى معه في أرضية وطنية حتى على أساس سياسي، على أساس براغماتي، أو على أساس وطني أصيل، وفتح ملف حقوق الإنسان باتجاه خاص، ألا يعتبر هذا على الأقل ربط النسيج الوطني الإريتري يا أستاذ إبراهيم، بدل ما تقول إنه والله يا أخي الناس اللي تقول كده قاعد تقسم الشعب الإريتري أو بترى في حتات ممكن ضيقة. فماذا ترى يا أستاذ إبراهيم؟ أختصر السؤال وأخلص أكرره ثاني مرة. إذا ما كنت أرى هذا المعطى بوضوح وأتابع هذا المشهد من سنين، ألا كيف كان حيتصرف أستاذ إبراهيم؟ تحياتي لك وشكرا جزيلا مسبقا للإجابة. أنا معلش في شغل عشان كده أزال استمع بس. شكرا أستاذي. شكرا أستاذ صلاح. شكرا. تفضل أستاذ إبراهيم. الترجمة ولا بعدين حترجم؟ ما أدري والله. طيب. أستاذ أبو بكر شكله عنده إشكالية في الشبكة. أبو بكر تفضل كمل أنت ترد عليه إن شاء الله. طيب، أولا الشكر للأخ الأستاذ صلاح. والمرء مرآة أخيه هو. أنا يمكن إذا انطلقنا من كلامك إنه قلت يعني أنا يمكن ما أشوف نفسي حاد، لكن قد يراني إنه الآخرين أو الآخر إنه حاد. أنا على العموم أنا أتقبل وجهة نظر الآخرين يعني بصدر رحب جدا يعني. وحتى في حديثي ذكرت خاتمة كلامي في رؤية جبهة التحرير الإريترية، قلت نحن دي مش الحقيقة الكاملة هي يعني، لأنه الإنسان بطبعه ما يمتلك الحقيقة كاملة يعني، لكن قد يكون في تباين موجود، زي ما أنت تشوف إنه يعني في مهدد خارجي وليك معطيات لهذا الأمر،
ما يعني انا اقول لك والله يا اخي ما في كلام زي ده وده وهم، لا الجا لهذه العبارات يعني بطبع انا ذاته يعني، لكن اخذ رايك في الاعتبار واناقشك فيه يعني. انا قلت بشكل المختصر انه المهدد السياده الاريتريه هو في النهايه النظام يعني، لانه هذا النفق المظلم بتاع العداء المفتعل دخلنا فيه النظام يعني. وانا ذكرت يعني بادمه دي ما كانت موجوده يعني يوم 91 ولا بوري ولا اي مكان يعني سنعفي ولا اي حته يعني. انا قاعد اناقش المساله من جانب انه يعني النظام ما يستقلنا في مشاريع في تمرير مشاريعه السياسيه يعني. وما يعتبرنا انه نحن والله قطيع نتبع له في كل شيء يعني. اذا اتحددت اريتريا وانا انه اتوصل لقناعه انه في عدو خارجي مهدد لها، وانا وصلت للقناعه دي، والله يا اخي انا بدون اي مزاوده وبدون اي تعالي حاكون في الصف الامامي للدفاع عن بلدي يعني. لكن خلينا اصل هذه القناعه بمعطياتي انا يعني، مش يفصلها لي الاخر يعني الممثل في النظام. الوقت ذاك انا حاكون وقت ما اقتنع انه والله اريتريا مهدده من الويانه وعامله لها قنبله ذريه لابادتها وجعل هيروشيما بتاع القرن ال21، خلينا اصل القناعه دي انا حاكون اوائل المتصدين لهذا الامر يعني. لكن ما يفصلها لي النظام يعني. كويس؟ انا من خلال التواصل وانا قاعد اتكلم بشكل رسمي يعني كقياده بتاع جبهه التحرير الاريتريه، من خلال تواصلنا ومن خلال قراءتنا ومن خلال معايشتنا، وانا قلت ان نحن مش يعني فلوتنج في القضايا اللي دي فاعلين يعني. والله ليه حسا ما جاتنا قناعه انه والله الويانه هم المهددين، المهدد الوجودي بالنسبه لنا نحن يعني، بالتالي نربط قاشنا يعني. لكن زي ما كان تاريخنا وقت ما نصل للقناعه دي، ولو دايرين نقلب الدفاتر 81 لما كنا نحن قاعدين نقول تدخل خارجي، كانت الناس تقول لنا والله يا اخي ما تدخل خارجي يعني، الناس الجبهه الشعبيه حتى على مستوى افراد يعني. فانا يعني اول ضد سلب آراء الناس وإنه بحجم تفكيرهم، لكن بالمقابل ما يفرضوا علي أو النظام ما يفرض علي خطابه وأنا أكون قطيع ويقول لي صلوا كما رأيتموني أصلي يعني. ده يمكن أنا بالمختصر المفيد يعني أقول الكلام يعني. أمينو، محتاجين حد يساعدنا في الترجمة يا أخواننا، محتاجين مساعدة في الترجمة لو سمحتوا يا أستاذ أكرم. مين أستاذ أبو بكر. أبو بكر ما قاعد يرد المشكلة. محسن بالقاعدة يتبلع منه أبزي دحروي طبعا أستاذ صلاح براين السوق زيادة بزح نقرات له من هالبات نسخة كتعقبل له يدخلن ويقال اسكي بحد رأيه كم حقي غير ما عنه صدو بزح نقرات رأيه مثلا تي ناي
بفلاي تقراو تكاب بزحت حلفتناتهم وكون جنملي بزعبة قبل أولونا إيرترا كمان كساب إيرترانا هنا از عينو تويز بحريناتنا أي زبل كالي ترف اللي قلت ميتي شحد هون دي ويبتعم أزيب بزحز هون سراويت في حدود خدالو خلو قوتاس بزح نجارات تذكيرو استاذ صلاح براي نزخل زي بمرأي نزي أبقمت بمتاوسي نتيل ولاونت نهاجرنا أبحدقا الله قبل أي كلنديو خنفعلالن خلاف ميزاننا ويفتي عقبتنا لكن زي عوامل زي إذا نجارات تزسي كميتري أو قليلي وحطوا أغريب له نيرو بزيادة استاذ إبراهيم كملسن كله أفتي الرأي أنا عقبتنا نكفالة إلي بلك عبزز بهال زلو عينت نتحدقا بقو ميزان أنا أبزعتنا على جيزي ويكا أبزع من الجيزي إزي شقرزي الله أبزع بهالولو منو الأولى هاجرنا كتنكفز التجمعات أبزر كبلو أوان أما أنا بقو انتدع عقوب كوينة أفتو وانتي أفتقداماي مسرع نايم كل خال هاجر تكون مخانك الرعاق تسالكا يدلي بخمتيز جلس كان السخاب بزوهم دحري تمليسنا ترى أني كنت أتصب ويجلك نذكر أنت ترى أخوينا نبعلو أب ناي سمانية استجبر تتاونا يوياني مجيبا مهرامن قال نحنا بتوانتي ناي وتأي إيد تتاو تفتشيمو بهال كله أفتوانتي بزيادة بالذات كافتوم ناي هزباو جنبار زنوبرو قال ملتا ويدقفتنا هزباو جنبار جريشو ناي وتأيد متتاو كم زي نبر عينة جيرو يمجبل شونيرو الزيد ماني في اللي كل خيلي أفتعقبت تكون أفتع الرأي أفتنباب كنفلالي مخيلينا إذا عينة عقبت هلن جنبت وانقوات سرعة زاربو وين السوزولو نتنسون تقراوت نختسلم يلو دزاربولون زبلولون كمتي أب هايمانوتنا أبنت كمت أنا خسجد كل خوزرا أخمني كم غيركم سجود زبلنا نزل سرعة سلزبولو جن نتزرع باخد مو ويكأبكم عينة خيد أي مرة سني أنا بحصر زبالتي أمانقوم دخل حطون ملسن زينير. Thank you. شكرا استاذ امينو. استاذ امينو في اسئله محاوله على الماسنجر هنا عندي. تفضل. في سؤالين على الماسنجر. السؤال الاول بيقول هل لجبهة التحرير بقيادة المناضل حسن خليفه هل لديهم اتصال بالويانه تجراي عبر مكاتبهم في السودان للتنسيق معهم؟ والسؤال الثاني هل الجبهه بقيادة المناضل حسن خليفه هل تؤيد التنظيمات الاريتريه التي تنسق مع ويانه تجراي لغزو اريتريا لتغيير النظام؟ سؤالين. اوكي كل تحطي بماسنجر تلاقي بلالو حدا تي تقال له حنا ارترا باستاذ السيد خليفه حسن خليفه زمرح مسناي مسوياني ركبات قال الله يبحال مقانين تي سرعه نملايسي قال ركبات عم مقبار يركب يبحال زعبازي حقنته كميت بليا والثانيه ايش حبيبنا؟ هذا جبهة التحرير بقيادة الأستاذ حسن خليفة تؤيد التنظيمات الإريترية السبعة التي تنسق مع ويانه تجراي لغزو إريتريا لتغيير النظام. وبغالي شنخ كأني قال شو عدت والدبات زخونا دماني مستيناي حيلتات من كل خالنا تجراي كوينهم نتسرعت نمقيار تبقيسهم ويتسلفهم تزلوا مس نعاتهم كني بخمي تريقوا نسخون كم تقال لحرمة إرترا تدقفوا دوي بخمي انتاينا بالعليهم زلكم مرقد سيعتبل. تفضل أستاذ إبراهيم. شكرا. طيب السؤال الأول اللي يقول إنه الاتصال بوياني وعندهم علاقة بوياني. شوفوا يا أخواننا أنا ذكرت إنه يعني احنا لنا تواصلنا مع القوى الفاعلة يعني أو القوى السياسية الموجودة في المنطقة سواء كان وياني ولا يعني أنا هقعد أقول لكم يعني أنا داير أوصل وجهة نظري بوصلها لأبي أحمد بوصلها لتجراي بوصلها للأمهرة بوصلها للعفر
متى ما أجد الفرصة وبوسائلي بوصل وجه أو أصل وجهة نظري. ده ما معناه إن أنا والله عندي بهم علاقة بتاع توأمة. بعدين أنا ما بعرف إنه والله ما بحثت في مكاتب للوياني موجودين في السودان ولا حاجة من النوع ده. الشيء نحن مع القوة السياسية الأثيوبية الموجودة تاريخيا، حتى جبهة التحرير الإريترية من إرسال النضالي كان عندنا تواصلنا مع المعارضة الأثيوبية في عهد هيلي سلاسي وعهد منغستو، وبنفس الطريقة عندنا تواصلنا برضو مع القوى السياسية الموجودة دي، بل نشطاء إعلاميين، نشطاء سياسيين، سواء كانوا داخل أثيوبيا ولا خارج أثيوبيا. لكن ما في علاقة توأمة كده بتاع إنه والله عن إيصال وجهة نظرنا نحن ومهمتنا شنو يعني نحن. وده الكلام اللي قلته أنا، يعني ختمت إنه والله يا أخي كل من يتصل بالوياني هو عميل، كل من يتصل برهان نقة بتاع أمهرة هو في النهاية وطني. ما يحدد لي النظام أنا ولا فرد يحدد لي يعني شهادة الوطنية دي ما يمنحني لها ده، ولا الله وطنية دي يمنحني لها ده. يعني نحن عندنا تواصلنا مع حكومات، مع قوى سياسية في المنطقة، والكلام ده ذكرته أنا عبر لقاءات، عبر مذكرات، لأن نحن ما حالة نكرة في المنطقة، نحن قوة سياسية إريترية نتطلع إلى إسار رؤيتنا لكل ورؤيتنا في الأحداث. بما يختص ايوه استاذ. ممكن نت ممكن يمكن الشبكة راحت منه. مرحبا أبو بكر، اهلا رجعت؟ وسهلا. رجعت الشبكة شوية عن ذاتي. مركز إنه كيف نستنهض هذه المعارضة ونعمل من أجل تغيير في بلدنا واختلاع هذا النظام. لكن نقعد نقول لهم لا انتوا اتصلتوا بالتجراي بالتالي او تؤيدوا اجتياح تجراي، وما قالوا لنا والله نحن ما يقال في السوشيال ميديا شيء وما نلتمسه من لقاءاتنا عند الاخرين شيء اخر. لا أستاذ إبراهيم، حتى يكون ردك برضو واضح ونستفيد من جوابك، ما قاعد يتكلم هو عن التواصل، أنكم تتواصلوا مثلا مع الحكومات ولا قوات الموجودة في المنطقة، لا كعلاقة كلام في تنظيمات عندها علاقة مع الوياني، مثلا في تنظيمات عندها علاقة مع جماعة دكتور أبي ولا شيء. هل عندكم علاقة ولا بس الاشياء انت زي ما ذكرت في كلامك عشان توثقوا وعشان انتم؟ طيب ايه نعم. طيب بمعنى انه التواصل والعلاقه شيء والتنسيق شيء اخر. نحن كقوه اريتريه هذه التنظيمات الاريتريه كلها من اقصى اليسار الى اقصى اليمين عندنا بها تواصل ونوضح وجهة نظرنا لهم. من ناحية التواصل عندنا معهم تواصل، لكن حالة بتاع تنسيق أو خلق كتلة وبعدين مش يعني إحنا نحدد لهم إنه هم يؤيدوا تجراي أو يتراجعوا عن تجراي، هم يحددوها ونحن لنا رؤيتنا نطرحها لهم يعني. فما في تنسيق بتاع بناء كتلة واحدة، لكن في التواصل موجود بيننا وبينهم كقوة إريترية، وده مبدأ نؤمن به. ما نقول لهم
هو يمثل وجهة نظرنا طرحتها أنا في الندوة دي يعني. ممتاز. اوكي في ذهاب وملسي درجة خلتي انت اساس راي انه نسو بزياده نحن بركبات انت عينت ركبات لنا مش إلنا مش نقلت إلو نحن أفتخبا بزركوبو مش بزوحات أكلات تي ركبات زلنا بالذات بفلا يتوم قبراويان تواساتي أفتخبا بتزلو مش كلهم ركبات لنا تي أبي إثيوبيا زركبو حيلتات هونو بدرجات ناي دكتور أبي ديو ولا كال ناي أورومودي ناي كال دين تكوني أفتخبا بزلو كم ركبات نقبرينا نحنا جناب زي آخر نتراز اللي بفلا يدماني أنا تي ملسسني نتصور نخون ركبات ديو ويس زخونة لفنتي متحببار تصنقو دي قلت بهايلو زقلت قالكم دي علاقة زبل أبزحتتكو نحنا بخمز زقلت زخونة يكون نقري بالنا كم ركبات جن نراخبينا تواصل نقبرينا مش كله أفتخبا بزلو مش ويانا يكون مسكالو تكون مش كله إذا خاب زيادة نتري إيتونان نتنحنا زلنا رأي التحساسبا نعون خنتصحون نعون خنقلت الله منا نقبرو ركبات دا أمبر زخونة يكون كالي ناي محزنات يكون ناي تصندو ناي حدي أكلكم كازخونة بحدي تبقى زلو سممعات يبلنان ولا مستون قالوا إرتراويان كمان ولا ركبات يهلوا ومويكا أن زخونة سممعات يكبروا معاتهم مسأتهم ركبات زلنا نحنا رئيتوتاتنا نخنهبوا من ناتنا مرقت انتاي مخانون من تصارد أمبري إذا كبروا إذا أي تكبرون كنبلهم أي كونان زبل غيري يملسوا مالتي إن شاء الله أكون ترجمتها صح. ممتاز يا أمينو. تمام أستاذ أمينة تمام. شكرا لك. الله يفضل. أوكي أستاذة أخيار طولت برضو مسكينة يعني رافعة يدها من بدري. تفضل أستاذة. أبو بكر جاهز أنت طبعا. جاهز. وأتمنى كمان أحمد نافع يرفع ايده ويطرح حاجته بنفسه. أستاذ أحمد نافع. اي والله هو كاتب بعد اسئله اذا في مجال يقدر يعني يشارك بنفسه يشارك بالصوت او احد منكم يقراها يعني هي لا هو كاتب في الصندوق بتاع الشات فممكن نقراها يعني اذا هو عنده اي اشكاليه في طيب نعطي استاذ اخيار بعدين بنعطيك فرصه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. أولا تحياتي لكم أستاذ أمين وتحياتي للحضور وتحياتي للمناضل الأستاذ إبراهيم. وفعلا يعني كانت جولة رائعة من الأستاذ إبراهيم في توضيح رؤية جبهة التحرير الأريترية. أنا طبعا ما عندي الأسئلة أو تعليق لكن يمكن حبيت بس أعرج على موضوع الجنوسايد اللي هو التطهير العرقي. يعني هو التطهير العرقي دائما يكون عندما تكون مجموعة مختلفة تطهر لمجموعة مختلفة عرقيا، يعني في الحالة دي بيكون المسألة فيها تطهير عرقي. لكن إذا شفنا ذات المشكلة اللي حصلت يعني في مجموعة عرقية واحدة، يعني إن كانت في إريتريا أو إن كانت في التجراي أولاً، وأيضاً ديانة واحدة ومذهب واحد أيضاً. يعني فهنا أين هو التطهير العرقي؟ حصل خلاف، قد يكون خلاف سياسي، لكن أنا يعني بتصور حتى العلاقة بينات الويانة تجراي وأسياس لم تكن مقطوعة ولم تكن علاقة حقيقية بتاع حرب. بدأت تدخل الشؤون في أريتريا من خلال أسياس أفورقي ومجموعته بتصفية جبهة التحرير الأريترية، والعلاقة بيناتهم استمرت يعني. فحتى الحرب إذا حصل فيها تحقيق أو من حيث حيثياتها المضرة حتى في نحن طبعا يعني عدانا وكل شيء بالنسبة لنا تدخل النظام، لكن ما نرى إنه في التجراي حصل تطهير عرقي يعني. ولكن قد يكون التطهير العرقي التجراي هم اللي حصلوا فتح المعركة في مسألة العفر وهناك في الأرمو.
في الحالة دي ممكن الناس تقول ولو إنه المسائل صراعات سياسية داخلية لأثيوبيا لا تعنينا، أما بما يخص هم يبرروا المشلخين عشان يبرروا في التطهير العرقي، ودي مسألة يعني مكشوفة ما عندها أي اسم، لأن النظام في إريتريا نظام معروف، ديكتاتور عصابة، وهي تنتمي من نفس جنس ويانة تجراي يعني. فاعتقد المسألة هي قد تكون خلافات إذا موجودة، لكن ما فيها الجانب اللي التطهير العرقي يعني ما ينطبق عليهم يعني بهذه المعنى. وتقريبا يمكن ده يعني، لكن البقية الأستاذ يعني بارك الله فيه يعني قام بالواجب، وشكرا لكلكم ولكل المتابعين. شكرا أستاذ أخيار. أوكي، أعطيك فرصة أبو بكر ترجمها. أستاذ أخيار انتهى تبرزلا أنا رئيته بالله يقدمني أستاذ إبراهيم نتقادل إبراهيم فار يغني الليلة مغنيات تصبغ جليس كايو تي كنتات تقداي تصبغ جركا جليس كايو بزعبان أي مرقز إنه يتقادلوا حالنا ترى أبتا كنتات ناي قرن أفريقيا يكون وين أبتنا إثيوبيا زقات مزلو كنتات إلى مبركالا أنا فيليزي بلا رئيتانا رئيتا يكونتين تتقلص دليا بزعبا حساب ناتايو زي ناي جنستكي بحال زلو أب إثيوبيا زقاتامي بزعبا هلكيتات بحال زلو أنا أي أمنلون يا مخنياتو إتزا هلكيتات كل جزء أمانغو كلتي بهيرات وي أمانغو كلتي قبيلة وي أمانغو كلتي ሕብረተሰብ እዩ ዘጋጥም እዚ ግን ኣነ ብናተይ ርእቶ ትብላላ ብሓንቲ ብሄር እያ ኣጋጢሙ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ወያነ ትግራይ መን እዮም እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ዲክታቶር ዝመርሑ ዘሎ ከዓ መን እዩ ፍሉጥ እዩ ንዓና ምክንያቱ እቲ ከፀልሙ ደልዮም ከምዚ ብጥባሕ ጥባሕ ተገይሩ ብኤርትራውያን ተገይሩ ከምዚ ገይሩ ይበሃል ዘሎ እምበር እቲ ዝገበረ እቲ ዝፈፀመ እቲ ዝተፈፀመሉ ሓደ ኣካል እዮም ርክብ ኣለዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢላ استاذ خيار تفضل. شكرا استاذ ابو بكر. تفضل، في عندك تعليق شيء استاذ ابراهيم ولا اعطي فرصه للاخر؟ لا ادي فرصه طيب اوكي. استاذ الامين فرصه ثانيه لك، يلا حبيبي. شكرا يا امين. بارك الله فيك. انا نخلت يعني دمسكنني جوهرا اخيارا لك اتي تاشموتي ولا بريتوج ولا بحطو انت ويز حاطتكو حطو نساء صبو جيران درجه تناخفنا انا استاذ ابراهيم فار حسين خليفه نعيم راحي نيرو الميدان كله تستخايد 5 حجة فلوس انا حت اخيار يقص لي زله مرقتكم لكع قلفنا الشت كنبل علنا الكات زاريبكا بتحدثنا كان الراخبنا اتم قريج اوات ويكات كومبرومايزات اتصقعكا اوكي تخبتخ اتزكايد زلو إساس أرديا يفترلو مالو نويانك تبن كلها بتحد الشيخ زماني اتنا جينوسايد كوني لإساد فوتورو gift هو مالو نوياني he's giving them gift كالاي حنت هاجر جينوسايد تداني تخصيصا نا جيرمان اكزام لامتيلكا قل كله نتسقع حجي أبين نمسا صدام حسين من الكويت كورن كله اوكي تتنقي بامريكا استلع عليه كويت كوناتكم يا وسودوا دي قدمسي انجليزي مقيلوا إلهم كم دعاتو غيرهم بدحري خاخ وتصخم زلو تغيرو وتصخل لخ اني عراق ابيلا نري لنا حج سلازي انا انت اخر دزلو مرقتكم يمان صقام زيبلو اسياسن ويانن اب حدا جنبيل يوم انصار لولاونت انا انت اخر بالزلي انت يطقمخا
أبلو لون إيرترا كم إيرترا ومتن أتوم أبلو لون إيرترا زي أمن أنت عينت بري كونديشنز يقوموا له كمنا أبنت مستقراي كنا كنسرحنا جينوسايد إيرترا فتيما سرعات فتيمي لهم نو سرعات هنقولون نايلهم ويانه انتهى ده منقص إيرترا حزب إيرترا قبل عليه حزب تجراي جينوسايد فتيما إلهم كل سنة يدلوا إذا نقدر زماني إساس أرديا يقوم تقولهم الله زبالكايو إساسن ويانا أبحد جنبيل غير أدريهم أنا السخاء كم غيركا تخ بتخ كم تي سالها ورا زغمته سلمتهم دي أمتكم كم زي أخيار كتب له أنا حتى أستاذ أخيار ما قد سألتها قبل علي حسين خليفة نورلوس والدب حجون إساسن ويانا أبحاده مرقت أنصار لونس إيرتا نغيته له زكايدو زلو إيو سلازي بتصبو غير كاس لم تاجي تقومتو حادزي كالاي إساس قبرو زلو حلف حليفو ها بسمحارو أنصار تقراي كاكايدون كله ناي بحق ديو أنصار تقراي إذا خاصم غير كابرهايو ويس اتي أب إيرتا زلو تقرنيا تزارباي نو كاب مسمحاروس مسحواتنا إلو خدانا قلت مونتال لون إيرترا أبسون كفك قمتا زكاية دولو خوندو أي سمعكان كالاي إذا نقر دي يلا ما مدخم زلون هزبي إيرترا حلوف حليفو مسحيل سلاسي مسفانو مسقالة مسمحارو إذا بتسرعتنا إساس بهذولي كابو حليفو خان نحنا نقربكم دابلها بويانا زكاية دولو جينوسايد تخايدو بهزبي إيرترا بمنقص إيرترا بهاجر إيرترا جينوسايد قبل العنات فتشيمي تمزي جيفت توايبو مالتي بمن بإساس نزخلو أبحاد مرقت نتصر زبالة قلفنا شيت قبلنا كاب إساسهم جميركا حارهم جميركا تجارهم جميركا لؤلاون إيرترا أوكي أنا تصيركا عمتو سرعتها جمير كله بشعات سبات جميرو اختصار بالله لا حاجة حسب قدفني أمين قدفني أنا خدت كله هايتو قالت ويخ قول فيه بليز نو سبي اللي نحفظ هاي تخلف امين سيريس نقدر الامين مجمره زي كون نزيد قبرو نحنا انت انا وحلو اديكا قبئيو انا سخا مالت سيكال ديتيل ابتنا زي جبهان قلن زي كونه بنصور عميت كان لها تحطقه انت داود سخالو صقم يلن جن ايتن وحاي اي وداكون هلو جن اي وداكون الراي قصل انت دا مدا سيل كتخل فن كل جزي هم تقبر امين واي جزا كل جزي كون احنا ابزن نمص زلنا تبس الامين من حضرنا يجزا مالت كل نجر لمن عطى الله يدوم حفظ بلو دحريها قلت السبات هلو ونحنا نويح جزي خدنا لنا السخانه ويح عدله بكاز دل خمدله كاغير كا جليس كا ينوح سلازلوي عليك الله كحصرا يا اخو داي انت كان تصقم يلن ودايا خلاص مو عدلها بني اوكي دخريه بالكاف انا انت ادزلو ودي ما هلو خما انا انت ادزلو جزي معلش زخونه يخون نجر مرقت تخكب لالو تزخيد زول حجي اساس زكايدو زول اب تركبا زي تقول ارتاح سقلا عند بله امونغ راشيان امونغ امريكان ابكم يدبدلو تمالو درون توهيبو بهلا الحجي سلازي اتي زخيد دلو كم جبهه تحرير اريتريا مرقتكم نتصر كوينو وياني دلو امحاريوم دلو ولا اساسهم بحد جنبيل اتي تقام دنب تقاومو دلو خا اريترا خاني حالفنت يبلنا نلكا ابلكا تارجاز برزلن هاي كنا غيرنا لكا اغميت كالها سلازي ركب دو قالو دو ديبلو كومبرومايز ديبلو بتخ نحنا ابقدمنا علينا اتي اساس زكايدو نمر مسويانا غير ابل علي سورعتا زكايدو هاسياون يقصلالو بخمسه اقاب كتقمطسي سلمتاي ليك الكا زي تحطيناتي شكرا لك شكرا استاذ ابو بكر لو ترجمها باختصار بس باختصار بالله باختصار ايوه هو الاستاذ الامين بيسال انه قاعد يقول انه الراي في
في مسألة التطهير العرقي ومن يتحملها وهل هي حدثت ولا لا. الرأي بتاعك فيها ما واضح فيما يتعلق برؤية جبهة تحرير إريتريا. فيا ريت قال إنه الكل يعتبر مذنب في ما جرى، سواء كان الميليشيات الأمحرة أو السياس وجماعته أو الوياني، كلهم هم لو وضعتهم في خانة واحدة يكون هو الأفضل، لأنه الكل ارتكب جرائم في هذه الحرب. فبالتالي الكل يسأل والكل يتحمل مسؤوليته. وهذه هي الرؤية اللي يا ريت لو طرحتها بهذا الأسلوب. قاعد يقول إنه لأنه ما جرى من مشاكل ومن جرائم من حتى الآن الكل بيتهم الآخر، سواء كان الميليشيات حلف الأمحرة مع أبي أحمد وأسياس أو التجراي ومن معهم من حلفاء. فده كله بيؤدي في الختام إلى تحملهم من المسؤولية. والمقاومة الإريترية أو المعارضة الإريترية وأنتم جزء منها، أنه تحملوا الأطراف الثلاثة في اتجاه واحد كان هو الأفضل. بشكل مختصر قال الأستاذ الأمين، لأنه شرح كثير في وجهة نظره وحول السؤال. ممكن أجاوب في أيوة أستاذ أخيار. أستاذ إبراهيم. أيوة تجاوبي عنه ولا؟ نعم إذا ممكن يعني أساعد. طيب خلي هو يتكلم بعدين إذا عندك إضافة عشان تعطيه. تمام. أستاذ إبراهيم. مش موجود ولا؟ ما في. تفضل. طيب أستاذ أخيار. موجود هو بس الظاهر عنده إشكال. لا الصوت ما واضح معه. أستاذ أخيار تفضل. نعم. هو الأستاذ إبراهيم يبدو يعني هو يعني وضح، والكلام اللي هو قاله كان واضح، وإنه التدخل بتاع النظام السياسي أو العصابة في إريتريا مدان يعني، ودي حقيقة ثابتة، إنه تتدخل في شؤون دولة ثانية وتضر الشعب الإريتري وشباب الشعب الإريتري مدانة. أما نخش في تفاصيل بتاع القوى الأثيوبية، التنظيم يخش في تفاصيله ويبدي آراءه وأحكامه من غير ما تؤكد والحقائق تكون هناك، فده طبعا طريقة سياسيا غير صحيحة يعني للتنظيم، وبالتالي التنظيم يدين تصرفات. وبعدين تنظيم الجبهة كما ذكر المناضل إبراهيم إنه كان تنظيم فاعل في الساحة الأريترية، وهو كان قائد الكفاح المسلح والتنظيم اللي كان له جولات، وبالتالي تعامله أيضا من هذه المسؤولية تجاه الجيران إن كان أثيوبيا وغير أثيوبيا، يتعامل بمسؤولية وبأنه هذا الشعب حيكون له مستقبل وقيادات وحكم، وبالتالي يتعامل معهم بهذه المسؤولية. وإحنا بنعرف كلنا أن ويانا تجراي مع جبهة شعبية صفت جبهة التحرير، وده ما في حد ينساه، ولكن العمل السياسي وعلاقات الشعوب تتطلب التعامل بالمرونة حول هذه الأشياء، مع التحديد في المواقف المبدئية وهي إدانة النظام وتدخله في الشأن الأثيوبي. أما التفاصيل الثانية التنظيم غير مطالب من أن يعطي فيها في شؤون صراعات لدولة أخرى. شكرا أستاذ أخيار. الظاهر أستاذ إبراهيم موجود حاليا. أيوة موجود. إذا سمعت السؤال حق الأمين. لا بس يترجم إضافة بسيطة لكلام الأستاذ راشد. أي نعم. خيار. طيب تفضل. أيوة أخواننا أنا أضيف. أيوة يا أخواننا، أنا وضحت وجهة نظرنا، حتى قلت يعني إحنا ما لجنة تحقيق، نضع نفسنا، نحن ما دارين يعني نضخم ذاته إنه ندين الانتهاكات الوقعات ضد تجراي وكلام زي ده. نحن ما لجنة تحقيق،
نحن أول من حيث المبدأ ندين أي سلوك فيه جرائم بحق الإنسان بغض النظر عن المرتكبة منه. النقطة الثانية أن إحنا فيما يخصنا إنه ندين تدخل هذا النظام. ما حدث هو إفرازات. وليه هسه يعني ألو أنا مسموع؟ مسموع ألو؟ واصل. مسموع. ما زالت يعني المسألة في جهات لسه بتاع تحقيق. آخر حاجة المرق التقرير بتاع الهيومن رايتس واتش قبل 15 يوم ولا 20 يوم اللي بيتناول مسألة ماي خضراء وميليشيات الأمهرة والقوات الإريترية والنظام بتاع أبي أحمد أو الحكومة المركزية في أديس أبابا. نحن كل هذه الحاجات التفاصيل دي رقم وقوعها ما تعنينا بقدر ما بيعنينا ما أصابنا نحن وما أصابنا نحن بسبب تدخل هذا النظام. لكن ما قاعدين ننفي نقول ما في جرائم حصلت او قلت انا ما نزرف الدماء ونقعد نقول والله انتم ليكم الحق يا تقراي ابادوكم واي شيء ونحن نعتذر لكم عن النظام لا ما في كلام زي ده. وبعدين ما دايرين ندعي حاجه. نحن ما لجنه التحقيق، ما كان عندنا كجبهه التحرير الاريتريه وفد في لجنه التحقيق أوفدت من قبل الأمم المتحدة. لكن نحن ندين سلوك هذا النظام، ندين بشكل إنساني ما حدث في هذه الحرب من انتهاكات لحقوق الإنسان، يبقى إريتري يبقى سوبي يبقى بورمي ولا يبقى سلوفاكي. فالناس ما يعني لازم أنا يا أدين يا يعني إنه أنا ما لازم في سله واحده اضعهم. انا ما يخصني فيها الجانب الاريتري. ما حدث لنا من قتل وما حدث لنا من انتهاكات نحن بحقنا كشعب اريتري يتحملوا النظام. ما فعلوا ضد الاخرين يتحملوا النظام. ده هو بالمختصر المفيد راينا فيهم. شكرا لك، شكرا لك استاذ. شكرا. أبو بكر يلا اتي حطو كاب اذا طلع عليك بالامين استاذ اخيار ريتو هيبات له بزعبا استاذ ابراهيم زبلو نصوريو الى اتي سرعه اسمره اتي تاوناتو اب تግራይ مرفوض الى نقاومو الى سلازي زي حقاوي سلازي كونه እቲ ውድብካ ተጋድሎ ሓይልነት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ክኣቱ ወይ መግለፂ ክህብ ወይ ብዛዕባኡ ብዘይ ዝኾነ መርትዖ ርእይቶ ክህብ ኣይግቡእን እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነኣቱን ኢና። እቲ ዘጋጠመ ክሳብ መግለፂ ይረክብ ወይ ክሳብ እቲ ንዓሁ ዝምልከት ኣካል ይፈርዱ ንዓሆም ኢና ንገድፉ ኣይንዛረበሉና። ተጋድሎ ሓይልነት ኤርትራ ከም ጀማሪት ሰውራ ብዙሕ ኣጋጢምዋ ኣብ ሜዳ ይኹን ወይ ኣብ ደገ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ምስ ወያነ ትግራይ ሽርክነት ገይሮም ሓደ ውድብ ገይሮም ኣንጻር ጀብሃ ዓቲቆም ጀብሃ ከም ትወፅእ ገይሩማ እዚ ካሊእ እዩ። ንሕና ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ እቲ መርገፂና መርገፂ ናይቲ ውድብ ንፁር እዩ። ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ንቃወሙ ብኣና ቅቡል ኣይኮነን ኣንጻሩ ኢና። ምክንያቱ ዝኾነ እዚ ምትእትታው እዚ ዘፈቅድ ነገር ስለዘየለን ኢላ ኡስታዝ ኢብራሂም እንደገና ወሲኹ ብዛዕባ ናይ እዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብ እንተኾና ቅድም ቀዳድም ንሕና ርእይቶ ናይ ፓርቲ ርእይቶ ናይ ተጋድሎ ሓይልነት ኤርትራ ናይ ውድብና ኢና ገሊፅና። እቲ ምትእትታው ናይቲ ስርዓት ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣዋፊሩ ንሓደ ሸነኽ ይድግፍ እዚ ንሕና ንቃወሙ።
ኣይወክለናንዩ እቲ ዝገብሩ ዘሎ ትግባራት ኣንሱ እዩ ተሓታቲ መበር ካልኣይ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ርእቶ ክንህበሉ ንሕና መርማሪ ኣካል ኣይኮናን ወይ ፈፃሚ ኣካል ኣይኮናን ወይ ቤት ፍርዲ ኣይኮናን መርትዖታት እቲ ዝምልከቱ ኣካል እዩ ዝፈርዱ ንሕና ኣይኮናን እቲ ርእቶናትና ኣቦቱ እናሃለወ ዝኾኑ ህልቂታት ንሰብኣዊ መሰላት ትትንክፍ ንሕና ኣንጻሩ ኢና እዚ መንግስቲ ትግራይ ትፍጽሙ ኣብ ኣሕመድ ይፍጽሙ ሲያሲ ይፍጽሙ እቲ ተፈጸመ ንሱ እዩ ዝሕተተሉ ንሕና ኣይኮናን ርእቶና ግን ንሕና ንዓና ናይ ጉዳይ ኤርትራውያን እዩ ዝምልከተና እቲ ዘጋጠመ ልክዕ ንሕና ከዓ ኣጋጢሙና ኢና ብዓድና ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ርኢና ህልቂታት ተፈጺሙ ምቕታል ተፈጺሙ ናትና እዩ ዝምልከተና ኢሉ እዚ ናቶ ንዓሆም እዩ ዝምልከት ንዓና ከዓ ንሕና ብዛዕባ ጉዳያትና ውሽጣዊ ጉዳያትና ዘጋጥመና ካብዚ ስርዓት እዚ ኢና ንዛረብ ኢሉ ኡስታዝ ኢብራሂም شكرا لك أستاذ برهان ردة. اوكي سلامات كمان شو انا حتى لنا ابو ابراهيم كمان شهر كمان شغل كلهم تمام ديركم بمصافهم قديم بس ايش نور بزح سواين مرة جيت زارو كلهم بزح ما عندك كابكلته كابسلسه انت تزارو سلاز نوركو امينو يفقد لكم الغرب اذا تعرفه توديهم مالك اوكي بزعبة وياني ندينا زارب سني هنا بزعبة وياني نيرتا من نسيل يسويسي لحراك حسا خفل كحتت زعبة جنوسايد تجورة بتقراي يقولوا زرابة حسا مع كله سكاو إرترام فلا أنا سنبداني سلمتا إذا سنبداني أبتناي 3 عامت وقناتناك من تناسلنا كندي إرتانم قنصيلهم نزنقو عيكونا حسات قبلي نالوزا تزراري بنالو نفلت ويانا كوي من نيرو بسلطان ويانا بسلطان نيرو بسي كحسان إرتان كهوي نيرو مسلاني إرتان كمزقيرهم تقتلون منغس إثيوبيا كم منغس سلنور ناي منغس سودي ولا ناي سلاسي إجام خافلو نيروهم إذا كفلوا حجين سنيهم سلايساس جنوسايد تجربنا لهم زاروا مو إرتان كان إذا قبلهم يزاروا نحفر يجلنا بزا إرتانكم إلنا هنزار نحفر فتحنا نحفر يجلنا قال تقرأي هاجر يعدو لا زرار بار مش كاف أبزا تقرأي نهاجر ونتقل زار هاجر كما يجرهم سمس قليل يكون هذا خلل شيء أجي أنا لو ما هاجريه معناته أبو إثيوبيا تفيدي كما جري هاجر خونسل بزح نجارات هاللو قصة تزلو من أنت هاجر خون جغرافيكا أنا تابي كمية من السلبوتات يزلو ليش نحن كم إرسالين فوت المالد نعم كم هاجر إلهم إلنا كمان كنا جارب لهم سزحفري معناتهم دي بلوس نحن خموين بلهم زي كم إرسال دحري لنا راح حسب يجلنا بزعبة إرسال سأسايب بزعبة في أوش هذا أنت تنحورت سب إرسال خبز جميل الجنوسايد نحورت سب إرسال ترحب 3 عام استوى أنا صح جي كاين أنت إبراهيم تكسني روز سلفيني تاتنا السودان دلو إثيوبيا دلو جيبوتي دلو أو يمن دلو أو أوروبا دلو رأي مخندين تأثيرهم دلو حول السبعة الجنوسايد شو دول الجنوسايد هجي الشجر إثيوبيا أنا يكون لأن إيرترا إثيوبيا حوسة وما إثيوبيا أنا إيرترا حوسة أيتخلنيها الشجر كالي بيون نايزوم ودلو قبلات نايوج أبيديو ويانديو شاسديو ثم لورد سوفور أقوم نلعلي تنجا
ስለምንታይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፅዕነት ተበጊሶም ካብ ቀደማት ሒዞም ክሳብ ሕጂ ንሕና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ዝግባአና ነጥቢ እዩ። ሓደ ዓብይ ጉዳይ ስለዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብ ውሽጢ ፅንዲ ዓዲ ዝመስል ዘሎ ሰላማዊ እንትትእሱ ነይሩ ብዘይ ሃይማኖት ኮነ ናይ ቀቢላ ውግእ ደይብሉ ብሰላም ክነብር ሰሪሑ ክበልዕ ዝደሊ ሕብረተሰብ ተጣኒሩ ኮይኑ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዘይካ ኤርትራን ካልኣይ ግዜ ብርሃኔ معلش ودكم يفعل كان يري نماس رأي ودي أنا غينو كابناي وياني ناقل النزارة أتليق نعم إرتاو هاقراون نتنان هزبنان انتنا تسنع اتزاخب الناس يقر انتنا فلت زينا يتقارو زاربو هتفتف ويتم إرتان سأم كوينهم سقاق عدبقو قديشنا بزح أسالت أمر حبنا نيرنا هاي مثلني بزي أخد تازرواي صالح فتسي ما يفتوني نيكوا جينا يا أخي حبيبي أنت شكرا لك أبو بكر تفضل. ايوه استاذ برهاني قاعد يقول انه تكلمنا كثيرا عن ويانا تجراي وما جرى من احداث في تجراي وانا شخصيا قال انه اشعر بالصدمه والهلع حين اسمع انه اريتريين يتحدثون عن ما جرى في تجراي من جرائم واشعر بالخوف قال له والصدمه لانه نحن الاريتريين قال خلال تاريخنا الماضي اللي نحن شهدنا بلادنا تعرضت وشعبنا تعرض لجرائم اباده كثيره خلال مسيره الثوره والان برضو يتعرض لجرائم فما سمعنا انه في واحد يتكلم عنها او انه طالب بتعويض عنها او انه اعتبرها انه دي جرائم سوف يدفع ثمنها الشعب الاسيوي يوما ما والان نحن نتكلم عن انه ما جرى في تجراي نحن نتحمل مسؤوليته او غير ذلك احنا مشغولين بهذه الامور ايوه واصل ايوه فقال نحن نتكلم في قضايا ما اعتقد انه ما تخصنا او ما تهمنا ضد جرائم ارتكبت في حق الشعب الاريتري جرائم كثيره ونحن ما تكلمنا عنها قال وهنالك من يتكلم جزء من الاريتريين يتكلموا في انه تجراي تعتبر دوله وما دوله ويتكلموا في قضايا واقفين مع تجراي وده برضه حتى التجراي انفسهم ما يقول نحن دوله وجزء مننا يعتبر التجراي دوله ويتكلموا كانها هي دوله وده ايضا شيء مخجل. المشكله الثالثه قال المشكله هو في تقديره انه مشكله ابطال الحرب سواء كان من ابي الى سياسي الى قاده الحرب بتاع تجراي هم الذين يتحملون تلك ما يجري في المنطقه مش مشكله الشعوب ولا مشكله دول. القضيه كلها فهنالك ابطال حروب او تجار حروب هم اللي يرتكبوا هذه الجرائم. قال الاستاذ. شكرا لك استاذ ابراهيم فر تفضل اي تعليق على المداخله دي؟ انا والله يا اخي يعني بأيد الكلام اللي قاعد يقوله الاخ يماني و لو برهاني رده اسف برهاني. وانا ذكرت يعني كل الافتعالات اللي قاعد يفتعلها النظام هي هروب من الاستحقاقات. نحن بعد 91 مفترض كنا نتفرغ من ضمن بناء اريتريا ونطالب بتعويض والجرائم اللي ارتكبت بحقنا. نحن قرانا اتحرقت وبدنا اباده كامله جدا يعني. فنحن حاليا مفترض نهتم بشأننا الاريتري والنظام دائما يعني ما ينسب لنا فخ ونحن زمننا نضيعه. هل في تجراي ارتكبت جرائم إبادة ولا ما ارتكبت ومنو اللي ارتكبها؟ وأنا قلت إن نحن ما لجان تحقيق، نحن في النهاية قوة سياسية. لكن يعني كلام يا برهاني يعني كلام منطقي ونحن قصدناه كجبهة التحرير الإريترية في رؤيتنا
انه كل ما قاعد يفعله النظام هو هروب من الاستحقاقات الوطنيه زي ما قلت لكم. فالتحقيق حول الجرائم اللي ارتكبت من قبلنا نحن، سواء كان ارتكبوها هايلي سلاس ولا ارتكبها منغستو ولا ارتكبوها السوفيت ولا ارتكبوها الكوبيين ولا ارتكبوها العدنيين ولا ارتكبوها الامريكان، مفترض ان احنا كنا نتفرق لجمع ادلتنا وضحاياها موجودين على قيد الحياه. وانا قلت ان نحن 60 سنه 30 سنه بتاع الكفاح المسلح و30 سنه بتاع الاستبداد الموجود في بلدنا نحن قاعدين ندفع ثمنه. فانا اتمنى انه ان الناس القاعده يعني تجمع في وثائق جرائم الاباده واللي دي تهتم لنا بالشان الاريتري وتجمع لنا يعني وثائقها وادلتها فيما ارتكب بحقنا نحن خلال 60 سنه دي يعني. وشكرا. شكرا لك استاذ خير. نعم، في إضافة بسيطة يعني في البداية كان الأستاذ إبراهيم ذكرها بعد التحرير سنة 91 في شهر 6 البيان اللي طلعه سياس أفريقي اللي يقول فيه عفو عام للناس يستفيدوا من هذا القرار بتاع العفو العام، والناس يعني تدخل بشكل فردي. بالمناسبة هذا البيان هيلي سلاسة طلعوا 66 أو 67 يقول عفو عام للشفتة اللي يخشوا عشان ما يحاسبوا يعني. فوقتها الناس يعني كنا نعلق سبحان الله ده نفس البيان اللي طلع من هيلي سلاسة يخاطب فيه مناضلي الثورة الأريترية إذا دخلوا وتخلوا من الشفتة الثورة الأريترية إنه عندهم عفو عام يعني. فموقف الدكتاتور كان واضح منذ البداية يعني شهر واحد لما طلع القرار بتاع العفو العام هو نفس الموقف بتاع هيلي سلاسة يعني. فدي يعني حبيت أعلق فيها. وزي ما ذكرت مرة سألوه سياسة أفريقي تقريبا في 97 96 قالوا له يا أخي أثيوبيا المفروض أن إحنا نطالبها بعملية تعويض للشعب الأريتري، قال لهم عفى عما سلف. أحسن الناس يعني الآن نشوف الاسمية بتاعتنا وبالطريقة دي جاوب عليهم في اجتماع كده يعني. شكرا استاذ خير. زي ما بالضبط يعني. شكرا لك استاذ ابو بكر. هو قال انه انا اؤيد الكلام. تقريني يا ابو بكر. انا ايوه بالتقريني. اوكي بزعبا استاذ برهان زبلو انا ملؤ بملؤ السماع معي مسؤول له مخنياتو اتي برهان زغلصو اغاطيمنا يزلو نحنا كم اريتراويان اتي زغبرو زلو سرعت كابتا حتوتات حتو هاجر مهدام يو اب كم عينت كينات يو زوسدنا زلو مخنياتو نحنا دحرنا صنت بزعبا ناي مهنات هاجر بزعبا لمعات بزعبا تكالات منغستي مهنات إنا كنوفر زغبانا نيرومبر بزعبا كويناتن بزعبا حزبي كله عتيقوني واب دفاعات كوفري حسيبنا عين فلتنينا بزعبا قداينا ناي وشتاو قداياتنا كنحسب زغبانا يو إلى أنا خا قليت ثاني ريابتا خطوناتي نحنا كم ندقنا خا نحنا كم تقادلنا حالة إريترا بوليتيكاينا نطف حيلي ناي بوليتيكاينا زلنا نحنا كوميتي ناي مرمرة أيكونان زي كم زي قاطيمو أبتقرأي ويا زي قاط أمان كنفرد نحنا ناي كمو مثل يبلنان تي نعاهم يزملكات اسم زفت صموخ عن سوم يوم زحطت له حزب إريترا يكونن إلو بزعبا ناي تا وشتاوي حطوتاتنا كنملا سنتدلينا اتسرعت أب أسمرا زلو كابتا ناي حقاوي حطو ناي هجر حطو ناي حزب إريترا كابا هديمو زي قديات زي زفت صم زلو إلو أستاذ أخيار خا إضافة إلى نحنا دحرنات سنت أستاذ إبراهيم قليسو ورحش الدشتي تسرعات أواج أو تيونيرو
محرت نخلهم تقادلتي محرت هيبكم اللخو بولقي بودب زي كونس بولقي عدكم تو ابتنا هنا حجر تساتف إلو زي أواجزي قد محجي هيدا سلاسي بشحن شعتنا 200 سوسان شدشتي أو تيونيرو بزعبانا تقادلو حارنا تريترا شفاتو يوم إلو محرتي بكم اللخو عدكم تو عدكم تملسوا سرحوا محرت توهيبكم يكون زحتكم سبيلا برت قديكم تو زبله اذكرني لك عن السقعات تسعان حدن سياس دقيمو يزلو يلو قليسو تسعان شحن تسعة تسعان شدشتي وي شحن تسعة سبعان تسعان شعاتي قال تقادلتي حتيتمو بزعبانا كحسا بزعبانا حتو كله زي تقاط امنا يسوس عامتات نتيوبيا كان حتى مثلنا حطونا زقبانا كحسا كنوسد إلنا تمال سيناتو خاي ذكرى فتزا حلفه حليفو نحنا نمطعينا نحسب تراي إلو أسياس ملي سلم زنبري إلى قليصة أستاذ أخير. شكرا أستاذ أبو بكر. أستاذ إبراهيم فار كلمة أخيرة قبل ما نختم. لا استنى صلاح. أستاذ أحمد كان أرسل رسالة على أساس يقراها يعني يمكن ما ايوه في اسئله في صندوق الرسائل. هو قاعد يقول ايوه صندوق الشات قاعد يقول انه 3 اسئله قد تم طرحها في السابق على ممثل جبهه التحرير الإريترية التنظيم الاخر. ما هو السبب الرئيسي لانقسامات جبهه التحرير الإريترية وفي اي مستوى هو خلافكم؟ السؤال الواحد. السؤال الثاني قاعد يقول انه السؤال الثاني ما علاقتكم برابطه ابناء المخفضات الإريترية؟ السؤال الثالث ما هو تصوركم لعدد القاعدة الجماهيرية؟ أيوة ما هو تصوركم لإعادة القاعدة الجماهيرية وفتح آفاق للبلاد الأرضية المناسبة للحراك من أجل التغيير؟ علاقتهم مع جمهورية السودان. لا كذا السؤال الثالث. السؤال الثالث ما هو تصوركم لعدد القاعدة الجماهيرية لتنظيمكم أو تنظيمات جبهة التحرير الإريترية الأخرى؟ رقم 4 ما هي علاقتكم بجمهورية السودان خاصة في الشق الدبلوماسي وفتح آفاق إيجاد الأرضية المناسبة للحراك من أجل التغيير؟ 4 أسئلة هي. جميل. طيب أول بما يختص الثلاث أسئلة أظن مع احترامي لطارح الأسئلة هي خارج إطار الندوة لقضايا يمكن حصلت في جبهة التحرير الإريترية ليس تهربا من الإجابة عليها، لكن نحن خلينا في موضوع الندوة. وحتى لو اتيحت لنا فرصة نحن كجبهة التحرير الإريترية في هذا المنبر ممكن نوضح وجهة نظرنا ما حدث في داخل جبهة التحرير الإريترية من أحداث كتنظيم سياسي، لكن مع احترامي لأسئلته حاليا ما موضوع الندوة حتى لا تأخذ يعني زمننا. اوكي. السؤال الثاني علاقتكم برابطة ابناء المخفضات. بشكر انا جاي أيوة. بشكر على الاهتمام بهذه المسألة والإجابة عليها. أول رد لها إنه مش تهربا من الإجابة عليها بقدر ما هي يعني احتكاما لموضوع الندوة وزمانها. بالنسبة للسؤال الرابع علاقتكم السؤال الثاني علاقتكم برابطة أبناء المخفضات الإريترية. لا كلها أيوة. السؤال الثالث يختلف والرابع يختلف. أيوة بما يختص برابطة المنخفضات نحن يعني زي ما قلت لكم مش هنحدد أن احنا للناس خيارات السياسية، يعني نحن نتعامل معها كحالة بتاع ظواهر إريترية يعني بغض النظر عن موقفنا عنها شنو يعني. لكن قلت لكم انه هي ما جزء من جبهة التحرير الإريترية ولا شيء قائم لذاته
كمنظمة بتاع مجتمع مدني قد نختلف معاهم في رؤيتهم، قد نتفق في بعض النقاط ولا حاجة، لكن ضمن الظواهر السياسية الإريترية، لكن ليس لدينا علاقة مميزة، ليس لدينا علاقة مميزة. تفرق مسألة إنه ومش نحن نحدد الخيارات للناس يعني عشان نقعد نقول لهم لا أنتم ما تعملوا منخفضات وأنتم ما تعملوا مرتفعات يعني، لكن عندنا وجهة نظر أكيد طالما هي ظاهرة عندنا فيها وجهة نظر كويس، وجهة نظرنا عبرنا عنها قبل كده يعني. بما يختص بالسؤال الرابع حجم القاعدة أيوة. الجماهيرية الثالث لا لتنظيمكم. السؤال الثالث: ما هو تصوركم لعدد القاعدة الجماهيرية لتنظيمكم أو تنظيم تنظيمات جبهة التحرير الأخرى؟ والله أنا أقول لك التنظيمات حاجة. الثانية حجم القاعدة الجماهيرية كم وقع يقول؟ أنا أقول لك حاجة، يعني جبهة التحرير الإريترية هي في النهاية مشروع وطني، في من هو عضو في جبهة التحرير الإريترية وفي من هو يعني مناصر لجبهة التحرير الإريترية. ونحن يعني لو ما نبالغ كل الشعب الإريتري ده وجدانيا هو في النهاية مشروع جبهة التحرير الإريترية وليس عضو في جبهة التحرير الإريترية. كويس. أما علاقتنا بالسودان، السودان فيه حراك، عندنا علاقات تاريخية مع القوى السياسية السودانية بكل الاتجاهات الفكرية ونتواصل معها، لكن ما عندنا علاقة حاليا مميزة مع الحكومة الموجودة، لكن نوصل وجهة نظرنا. وأنا الكلام ده قلت عبر المذكرات بأي نحن ليلنا على نهارنا نسعى لإيصال وجهة نظرنا، أي باب نطرقه نحن. لكن كون إنه مثلا نحن تستضيف نشاطاتنا وتتطور، نتمنى أن تتطور العلاقة بتاع الحكومة السودانية مع كل المعارض الإريترية، لكن نحن بنوصل وجهة نظرنا بكل الوسائل المتاحة لنا نحن يعني. ده يمكن اللي حبيت أقوله يعني. عفوا أمينو، ممكن تسمح لي بتعقيب بسيط تكرما أو توضيح فقط؟ تفضل أستاذ أحمد. أولا كان عندي مشكلة في النت فأنا رفعت إيدي أكثر من مرة ونزلت، فآسف، ولذلك كتبت الأسئلة. أولا شكري للضيف الكريم وتحياتي لك المناضل الكريم. طبعا من حق أي ضيف أن لا يجيب حتى على أي سؤال، هذا من حق طبيعي لك، وأنا كإعلامي كصحفي أدرك هذا الحق أكثر من أي شخص آخر. لكن ردا على كلامك إنه هذه الأسئلة لا علاقة لها بموضوع الندوة، هذا الموضوع أختلف معك تماما، لأنه الضيف هنا إحنا متعودين إنه الضيف يأتي يطرح رؤيته الاستراتيجية لتنظيمه ورؤيته للأوضاع الراهنة والشأن الجاري في المنطقة. وأعتقد الرؤية الاستراتيجية تتضمن البنية للتنظيم نفسه وإشكالاته. والأستاذ صلاح أبو ناصر طرح قبل فترة عليك سؤال يتعلق بالوحدة الوطنية. إذا لما نطرح ما هي أسباب الخلافات الموجودة في الساحة الإريترية بصفة عامة وفي جبهة التحرير بصفة خاصة، هذه هي هموم أي مناضل إريتري اليوم. لماذا هذه الانقسامات؟ فبالتالي حتى أنه هناك متخصصين قاعدين يدرسوا هذه الأمور من الناحية الأنثروبولوجية والنفسية والسياسية، ففي دراسات تتم من متخصصين. فبالتالي هذا السؤال هو طبيعي وله علاقة مباشرة بالندوة إذا كنت تريد أن تطرح رؤيتك الاستراتيجية للتنظيم. وكل الأسئلة المطروحة لها علاقة مباشرة تماما بالندوة.
شكرا جزيلا أستاذ. شكرا أستاذ أحمد. أوكي، في سؤال آخر برضو في واحد اسمه الهوب، يعني من ضمن الكلام اللي كان يستمعوا فيقول إنه ليش ما نتكلم إحنا عن التجراي، يعني طالما التجراي قاعد يتكلموا أو يعملوا يعني أو مشغولين بقضية إريترية في الفترة هذه، وإيش المانع إن إحنا ما نتكلم في تجراي أو موضوع تجراي يعني. هذا سؤال برضو أرسل في الشات. الإجابة مطلوبة، يعني أنا أحس مثلا عقب على الكلام ده ولا هتكون في ترجمة؟ طيب ترجمة طبعا لسه بحصر زبالة نسو أبتي بحال دمسي مش لو مشت بزعبان ناي تجراي بزح كنزارة بيبلدان ناي تجراي لا زي خونن زي خونن حق أستاذ أحمد. ايه تقدر تعلق. ايوه انا تفضل. لا الترجمة عشان ولا علق فيه بس. استاذ امين هو بيسال انه الكلام الرد بتاعت استاذ ابراهيم على الاستاذ احمد نافع هل نترجمه ولا لا ولا نتجاوز، وقاعد يسال. لا ترجمها بس باختصار على اساس برضه هو يعلق عليه. ايوه هو تي استاذ احمد نافع اذا حطته 4 حتوتات ينيرن تقدميت حتو بزعبا تي امونغوهم امونغو كالوت بارتيتات شم تقاد لحارة إرتراز حزن تايو تفليلي إلو مبركالاي تايو زمدناهم مس محبر دقمة تحت مبل سالسايتي قطري ناي أبالاتكم ناي سلسة ودبات بشم تقادلو حارة إرتراز اللو كندا يوتي ناي حزبكم قطري لو مبل رابعايتي انتاي زمدناهم مس السودان. عنده إشكالية في الشبكة برضه. تفضل استاذ امينو. امينو تماك امينو. اسف. تنسلست حتكو ترجموني ترى بعيت الماني كميو متاير خكبات لكم ابزوان زين سنايت اب سودان زلو سرعات خنويكا اب سودان زي هلو كنتات تفتيرو زلو بسودان يعتبر اب ملسك بنقول استاذ ابراهيم مستزلني كل اخبروتنا حتاتي أنا جن بزيادة أتي تحطوتات بفلايتي أمانجو تقال حرنة إرترا سلسة والدبات انتايني تشجر انتايت في الليزم تسأنجلن السوق كافتر استي وتساوي كوينو يرأني أدلاينة انتدألو جن زمت جيزي بزر استزي بزعبا نتصر زخونة انتاي ترخيبو بخمي تشجر تفتيرو بزعبو خنزاربلو نخيل استحزنا كلمة نخيلنا جن أنا كابتي أرستنا وتصاو خوينو سلسم معني أنا كملس أيضا لنا بزي حطوتات زيلو نير قتيلو أستاذ أحمد نافع أنا لك مثل ما يزخونه يكون قاشا يفلطو يرد عني إيلو نسوق ملسو زيدا لحطوتات انترلون كيما لسوق حل فخيلي كوين جن أنا تا دحر كاز بالكاياجن مستي أرستي أي كيدن إز بالكايو كابتي أرستي وتساي أي كونن بالرأياناتي تماساس النجرون أبو ناصر حتي تكان يرعن تبوي بزعبا مستوم زلو قالوا أتود دبات خون ويتز قبر دلو مترنافاتسي مسأتهم تايرخ كبال لكم ويقليلو بزحاتة تكا قداي نعون مليس كاينيركا إذا قداي زون لرقا رحوق أيكونن كسابون نتز نبرش قرات كام تايز متسئي بزوح متصنعتات دراسة زقبرولو نقرات سلزولو نمفلاتون بزعبو مزرابنسي أنا بوجني كابتر استنا أزي روحو كوينو أي سمع عنن نيلو نشتي توسخيت تي أنا نتصحف غير زقرب كله مقنعتك
ميكروفون كحز أي كالكون كنا جزيون إيه حفا بيلانيري بنا جزا رسي تسجم كبارب سلزي كالكو يتصحفي نيري يغني اللي لغة بقيمو أستاذ أحمد تزاريبو. بزعباتي أستاذ أحمد زبلو أستاذ إبراهيم فار لو عندك أي تعليق فيما قالوا. جميل. أيوة. والسؤال الثاني لماذا لا نتحدث عن تجراي اللي قلتها يعني. إيه هذا اسمه طيب. اسمه منو؟ هوب بالإنجليش اللي هو تصفى أمل. أيوة تصفى ألم ولا تصفى أمل. طيب بالنسبة للأخ أحمد يعني تعقيب هو ليس برد. يا أستاذ أحمد أنا محترم وجهة نظرك ومحترم الأسئلة اللي طرحتها، لكن التزاما بعنوان الندوة والتزاما بمواعيد الندوة، وقلت أنا هروب مش هو هروب من الإجابة عليها يعني، لأنه الموضوع بتاع الندوة كان محدود رؤية جبهة التحرير الإريترية في أحداث القرن الإفريقي وإريتريا. أما الأوضاع اللي حصلت في جبهة التحرير الإريترية يعني الواحد ممكن يفرد لها مساحة، وقبل كده استضيفنا في مواقع كثيرة جدا وطرحنا نحن كجبهة التحرير الإريترية وجهة نظرنا فيها يعني. وانت ذكرت يمكن الاخ احمد نافع بقدر مجهوداتك الاعلاميه، وحتى انا ازيد لك يعني انا مستعدين برضو حتى ولو لقاء صحفي نحن ممكن نقول وجهه نظرنا، لكن انا التزاما بموضوع الندوه وزمنها وليس هروبا منها من الاجابه عليها، وانا مقدر و اسئلتك ومحل احترام بالنسبه لي انا يعني. ده بالنسبه للاخ احمد. بالنسبه للاخ تصفاي نقول شنو يعني في تجراي يعني؟ ما تكلمنا يعني مطلوب يعني تحديدا نقول فيها شنو؟ يا نأيد انه والله تجراي انتوا اللي قاعد يحصل لكم صح غلط هو ونحن وكلام زي ده. نحن يا اخواننا يعني مع احترامي لكل المشاعر بتاع الناس نعتقد انه المشكله بتاع تجراي مشكله اثيوبيه، هي مشكله اثيوبيه بحته. ده وجهه نظرنا نحن كجبهه التحرير. يختلفوا في ميزانيه، يختلفوا في انه يحكموا بالنظام الفيدرالي ولا يقعدوا ابي احمد يعمل حزب عنايه اللي اسمه شنو الازدهار. هي منها مشكله اثيوبيه هي. لكن نحن ما ممكن النظام من هناك. السياسه سالوه قالوا له يا اخي مساله ترسيم الحدود ليه ما تمت يعني في الاتفاق بينه وبين او العلاقه اللي وقعت بينه وبين ابو احمد. قال نحن هسه حاليا ما همنا مساله الحدود، يهمنا الشان الاثيوبي ده. احنا ما دارين نكون زي السياسه. نحن نتمنى ان اثيوبيا تعيش في استقرار في سلام كشعب جار بالنسبه لنا نحن، وانه ما تكون. وورينا من 2018 من ايام الاتفاق الوقع بين ابو احمد شهر 6 وبين السياس، ورينا موقفنا من هذا الاتفاق. لما قامت الحرب ورينا موقفنا في الحرب الاثيوبيه وادنا فيها تدخل النظام. فما اعرف انا بالضبط يعني انه مساله تجراي نقول فيها شنو يعني. نحن راينا واضح انه مشكله اثيوبيه ما تاخذه من ابعاد دوليه واقليميه، هي افرازات بتاع الحاله يعني. لكن نحن نؤكد انه علاقاتنا بشعوب هذه المنطقه يجب انه تمتن، ويجب انه تكون علاقات مبنيه على اسس صحيحه، وما يخصنا نحن كإريتريين تبنى على اساس انه لا تضر بمصالحنا وسيادتنا. ده هو نحن الموقف بتاعنا الواضح. وشكرا.
شكرا. أستاذ أبو بكر رجعت ولا؟ ايوه موجود استاذ امين. بزعبة تي حتى تصفى حتى إلو نحنا بزعبة أب إثيوبيا وشتاوي حتى حدا وكينات زكاية زلو نعانا بكال عينينا نطمتو مغنياتو نسلاما نرجعتني من يلوم زي حزبي زي أبزي كبابي زلو كله بحبار كنبر بحبار عدلات كركبيون منه لكن أبوشتي نايتي زقاتم زلو كينات نحنا أي ملكتنا نيو مغنياتو أب منتاي تبا إسوم سلزي نفلت أباجد ديو أب سلطان ديو أب مراحنتيو تبا إسوم يوم زلو تي كينات أمانقوم توليعو يزلو نحنا كميرتراويان إتي ناتنا يزمل زقدسنا مغنياتو بقوم انت تشاقينا أبتا قدايناتهم كيناتو نحنا مرقصينا فلوتيو نتا منقستنا أبو أتيا أبو إيد زلوهم بزعبوينا نزارب إلو إتي كاب كنتشن عصر شمونتي كاي زنبري أمانغو في الرامناتهم مانغو أبين أسياسين زتفرمي وزكاية زنبري ركبات ولا أسياس بعض يسوع بزعبانا يدوب أيكونن بزعبانا كذا أيكونن نزاربينا زلنا بزعبا كما يجرك إثيوبيا كناتنا إثيوبيا يرجع كما يجرك إثيوبيا بتبقى كناتنا بريا إلو قليس أونيرو سلازي نحنا كم أسياس كنخون أيكونن بزعبا تجراي كنزارة بزعبا قداي تجراي جزينا كنت في بزعبا قداينا كنزارب هنا مريضنا يبرالو أستاذ إبراهيم. شكرا أستاذ أبو بكر. طيب تقريبا داخلين على الختام. بتاع أحمد إبراهيم بتاع أحمد الرد على الترجمة اللي رديتها أيوة أخونا الأستاذ ما ترجم هنا. أبو بكر تي ملسز توهبن أستاذ أحمد أبو بكر. أيوة تي ملسي أستاذ إبراهيم أحمد نافع أستاذ أحمد نافع زملسو إلو نحنا قدم كابتنات كحطو هديمي أي ملسين إلي أي كون إلو إتي جزء إتي أرستنايتي قياديو تأرستنايتي استمهرونا لو ما قياديو بجزينا خانة قياد مخنياتو حطو أبزا حطو زياك ملس تخويناي جزء كنوسدينا أبكالي أرستكن أرتينا أنا بكالي وغن دلوية ولا ناي بريس انترفيو كجبر دلوية بزعبا زو قداي زي مرقصينا كزارة بلو نويح جزء كوسد إخل جن نعاخا تحتو زي أخبركو أي ملسكن كي سمعك أنا بزعبا نبتا كالي جزينا كي توسد النمبر أنا كم زي عينة بطوطات محتاجك أنا بطعمي حقوسية جن تجزء أبتبوت آيلن أبتا جزء أخ آيلن أبكالي أرستكي توسدنا إلي أي ملسكول كان بر أبكالي أقاطعمي كم غازيت عنيا نسخة أبزخونو أقاطعمي كنت حتى نتقلوا أنا خأدلو يكم اللي سبكايلو. وشكرا يبل فعلا يعني تزغرب كي حطوتات خنقلي أبوتو إيو أنا قن حطرتنا جيزي خون مستحزنا يزلنا رأستي زي حطو قريب كازر لخاون سفحز بلا عدل كهلو سلاز قبع بكالو وانقنا أنا فقادنيا إيبلو مالتي زخوني ولا ون تسخاهم غازيتانيا زخوني نا انترفي عينت كتقبر انتدا دلي خاخماني فقادنيا إيه نتصر زخوني ما برهيخ نبولو نازي قداي. فأستاذ إبراهيم تقريبا وصلنا للختام فأعطيك فرصة بس لكلمة أخيرة. طيب أول حاجة أنا في البدء أشكر الإخوة في إدارة حوار لوعي مشترك على هذه الاستضافة، ودائما معوديننا أخواننا في هذه الإدارة لطرحهم لقضايا حيوية عشان نبدأ فيها وجهة نظرنا، وأتمنى أنه أنا أوصلت رؤية جبهة التحرير الإريترية وبما هو موجود في عنوان الندوة. وأنا ما داير أكرر الكلام القيل في بداية الندوة من قبلي،
في ترحابي وإشادتي، وكل ما أقول أن إحنا كإريتريين نهتم بقضايانا الإريترية دون إهمال القضايا الأخرى، لكن اهتمامنا ينصب في جانبنا الإريتري. وأنا عندما أقول الكلام ده لأنه مش حاسة في الندوة دي يعني من خلال متابعتي ومن خلال متابعتنا في ظواهر يعني قاعد نشاهدها إنه انصراف لقضايا في يعني في مناقشة قضايا الآخرين في دول الجوار. صحيح ما نهملها، لكن نتناولها بما هي تؤثر على وضعنا يعني. واتمنى انه المعارضة الإريترية كما طرحناه في رؤيتنا انه تكون يعني على قلب رجل واحد في فعلها وفي قناعاتها لتخليص شعبنا من هذا النظام الدكتاتوري الاستبدادي، ونعوض على الأقل 60 سنة لأجيالنا القادمة. يعني أبنائنا ما دارين إنهم يعيشوا في مأساة، دارين إنهم على الأقل يعيشوا في وطن هم يحددوا فيه مستقبلهم يعني. وأنا أكثر من كده ما عندي حاجة، وأضيف إنه أشكر الأخوان اللي تفضلوا بتعليقاتهم بأسئلتهم، وأشكر الحضور في هذه الأمسية، وشكرا لكم. تفضل أبو بكر. أنا في الختام داير أحب أحيي تحية خاصة للزميل الأستاذ إبراهيم فار، اللي هو أنا بعرفه من قبل تقريبا 25 سنة في سوريا، سواء كان في جامعة حلب أو في دمشق، وهو من الشباب المثقفين، الشباب الرائعين وقتها. وكان بالنسبة لنا رغم أنه هو كان في تنظيم جبهة تحرير إريتريا وأنا كنت كادر من كوادر الجبهة الشعبية، لكن كانت حبال الود والاحترام والتقدير كانت ممتدة بيناتنا. وأنا تابعت من ضمن الحوارات الممتعة اللي تابعتها في هذا الجروب أو هذا المنبر هذا الحوار هو وهذا المحاضرة. والأستاذ إبراهيم في إجاباته كان إجابات صحيح دبلوماسية. الإجابات دائما من تنتظر من كادر أو قيادي قد تكون إجابات دبلوماسية غير مقنعة، هروب، وأحيانا تكون إجابات دبلوماسية مقنعة وصادقة، وهذا ما وجدته في إجابات الأستاذ إبراهيم. وباعتباره هو كادر من الكوادر أفرزتهم تجربة الثورة الإريترية، وكادر هو خريج قانون على فكرة، وهو صديق وأخ زميل، نعتز بعلاقاتنا القديمة والحالية، وأتمنى له التوفيق. ومساءكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بالمقابل يا أخ أبو بكر يعني بشكل خاص يعني أحييك، وأنا أعتز بعلاقتي ومعرفتي بك ولكل مناضل. ويمكن أنت يعني بغض النظر عن المواقف السياسية لكن اعتبرك مهموم بقضية وطنك، وأنا بقرأ لك كل كتاباتك، وشعلة حقيقية بدون تملق، يعني شعلة حقيقية. وأنا معجب بصفحتك في الفيس وما تطرحه فيها في نبش حاجات كثيرة جدا اللي هي يعني مسائل وثائقية. ونحن ما مختلفين، مجتمعين في وطن، وكل واحد يعني له رؤيته، لكن وطننا هو اللي بيحضننا، وما في بديل عن وطننا. أنا أكد إنه ما في بديل. وشكرا لك. شكرا أستاذ إبراهيم. نايب حقي مجرشة مجلسي ون أستاذ إبراهيم نايب حقي كلكم نتوم تساتفتي يكون بإيتوتات ديو ويك أحطوتات زغربكم بلبي مسجلكم كم ون زتنا حبارون حال
أتتكايدو ذلا أقدا صار استن أجايشن حزات قربو ذلا زلنا أدناقوتن موجسن كقربون دسي بلني إلون أتي ملقتو بهم إزازيمو أستاذ إبراهيم فار ونحن برضو نشكرك جزيل الشكر نايب حقي لو مشيت لك عمستي أم جمر يا زقات أنا كلهم من قريتان حتى كنت تصرنا وتسأز هنا ناي نيتورك تسقماتي نيرو مزخلو مقاني كاب سودان دحيرو حدا جيزيون الشبكات ولا شود وتصوز نبره مزخلو ناي بحكي صبق مشات امسينا نتي نلو من مشات ناي مجرشا نزين لعلخل تورحي خن بعزلو سنحنا استي الرأي أنا يستفل عليه ودباتن بارتتاتن برقسان محبرات أبهلو معباليتات هاجرنان كنا أفريقيان بزملكت نويح جيزي بستفل عليه أكلات السمينار كنا كايدو نحنا نايلوم شا سمينار نخاني تناي مجرشا ناي زيار استي نزازمولو كوينو جن نزمت زلو سمينارنا نتار استي بجزار السو بخلهم بتوم كقرب النار تصنحوا استفل عليه ودباتن بارتاتن برجسان محبراتن نخلهم نزياتهم زقربوا وتحستو بوبو غيرنا خنقمقمون تصوميقنا بزعبو نخن الزاربن تي كفوت معلتي غيرنا لنا مالتي زمت زلو سمون أبزمت زلو سمون كاني كلكم تساتفنتكم ريتوتاتكم وكون تزلكم قمقامات مسانخونكم أبزي إنك تقربوا دقيمنا نعدمكم وشكرا جزيلا أستاذ إبراهيم فار نخلكم بلبنا مسكنكم نخلكم تساتتي تفضل أبو بكر لو تترجم الكلام هذا. التحية باسم الإدارة للأستاذ إبراهيم على هذا الشرح على هذا الشرح الوافي. آسف أنا طلعت السماعات لكن حرجع أركبها. لا مسموع 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 جدا. افتح المايك أبو بكر لا تكون سكرت المايك. سكرت المايك أنا فعلا. التحية لكم جميعا على هذه الأمسية الرائعة مع الأستاذ المناضل إبراهيم فار السكرتير المكتب التنفيذي لجبهة التحرير الإريترية والحضور الكريم بمختلف أطيافكم ذكور وإناث. هي كانت أمسية وطنية ونتمنى أن المشاركة في هذه الأمسيات لأنها تساعد في تقارب وجهات النظر وبتزيد من جرعات الوعي اللي نحن دائما محتاجين لها من خلال هذه الحوارات الهادفة. ومساءكم خير وتصبحوا على خير. شكرا أستاذ إبراهيم وشكرا للحضور الكريم ومساءكم خير إن شاء الله. إضافة طبعا أنا ذكرت إن شاء الله الأسبوع الجاي أول شيء إنه العنوان اللي كنا مشينا فيه تقريبا شهرين أو أكثر هذا حنختمه اليوم وحيكون عندنا ندوة مفتوحة الأسبوع الجاي يوم الجمعة إن شاء الله على أساس نقيم كيف كان كل السمينارات اللي كانت تخص لهذا العنوان. وحضوركم يعني مهم جدا على أساس نسمع آرائكم وتقييمكم لنفس العنوان اللي مشينا فيه فوق شهرين يعني. شكرا جزيلا لكم. تفضل أبو ناصر. شكرا أستاذ أبو حسان. شكرا لكم. شكرا. نكفي اللايف حنواصل إن شاء الله في الشهر معينه.